مساء الخير. أصحاب المعالي، أصحاب العطوفة، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، شكرا جزيلا لحضوركم اليوم هذا اللقاء. برضو بدنا نوجه الشكر خاص لرئيس وأعضاء المجلس العشائري اللي نظموا ودعوا لهذا الاجتماع، وشكر جزيل لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية اللي قدموا المكان وكافة التسهيلات. الواقع منذ أن تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بدأ الشارع السياسي في الأردن بالتحرك، ومن ضمنه المهتمين بالسياسة بالمجتمع الشركسي. صار في عدد من المبادرات، وتحركت المؤسسات اللي أنظمتها بتسمح بالتعامل بالسياسة زي منتدى الحاكمية والحقوق والهيئة الشبابية الشركسية الأردنية وجمعية أصدقاء شراكسة القفقاس. بالإضافة أن الجمعية احتضنت عدد من اللقاءات السياسية، والمجلس العشائري الشركسي الأردني شكل لجنة خاصة بهذا الموضوع تحت اسم لجنة التنمية السياسية. من ضمن المبادرات اللي تشكلت أيضا المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، وهذه المبادرة أخذت خط بأنه تبدأ عملها بضم عدد من الناس المعنيين بالخطط الاستراتيجية، مختصين في وضع الخطط ومختصين في وضع التنظيم الأساسي اللي ممكن تتشكل عليه أي نشاط ممكن أنه نبدأ بإنشائه. من هذيك الفترة تم عقد لقاءات ما بين المبادرة الشركسية للتوعية السياسية مع رؤساء المؤسسات الشركسية، برضو بتنظيم من المجلس العشائري. ومن ثم صار في لقاءات من هذيك الفترة مع عدد من الفعاليات الأهلية ومع بعض الفعاليات الحكومية زي لجان في مجلس النواب، ولجان في اللجنة الملكية، ولجان في وزارة التنمية السياسية. وكان الهدف من هاي اللقاءات جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات اللي من الممكن لهاي المجموعة أو لأعضاء المبادرة إنهم يصيغوها بطريقة تعرض على حضراتكم، وهذا العرض يمكننا جميعا من وضع الخطوات اللازمة بشكل تشاركي بين كافة أفراد المجتمع الشركسي المهتمين، اللي نطلع بصياغة قد تكون مشتركة لنا جميعا. في بداية الجلسة كما تعودنا دائما حسب العادات والتقاليد الشركسية، نحن نعود إلى أكبر أعضاء رؤساء المؤسسات الشركسية عمرا، هيك العادات والتقاليد تبعتنا. ودائما بنطلع على الباشا خير الدين بأنه هو اللي ممكن يدعينا لهاي الدعوات وهاي اللقاءات. كلمة البداية إذا بتفضل الباشا خير الدين وبيقدم لنا إياها. تفضل باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم باسم المجلس العشائري الشركسي الأردني ومبادرة التوعية السياسية ولجنة التنمية السياسية في المجلس العشائري الشركسي. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وحضوركم من أجل أن نتباحث معا عن
المرتكزات السياسية والفكرية للمرحلة القادمة على بلدنا الحبيب، ولنستمع ونتحاور بالعمل السياسي والحزبي. الإخوة والأخوات، بعد بدء العمل بالمجال السياسي والحزبي من قبل المجلس العشائري منذ أن أقر قانون الأحزاب، حيث تم تشكيل لجنة، وتواصلت اللجنة مع مبادرة التوعية السياسية، وتوحدت اللجنتان لتعمل جاهزة لإعداد الشباب الشركسي من الجنسين، والاستفادة من أصحاب الخبرة والمعرفة، لأن يتم إعداد وتأهيل شباب قادرين على مستوى التبني المجتمعي للفكر والنهج الحزبي في إدارة الدولة، كما يرغب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين. وخلال هذه الفترة تم عقد عدة اجتماعات وندوات والالتقاء مع رؤساء المؤسسات الشركسية مرات عدة، ليتم التشاور والتحاور معا للعمل كفريق واحد كمجتمع شركسي. إن مجتمعنا الشركسي الأردني الذي كان بعيدا جدا عن العمل الحزبي سابقا بدأ الآن يتوجه باتجاه الأحزاب من أجل أن يحافظ المجتمع على حقوقه، وخاصة ما اكتسبه خلال القرن الماضي وما قدموا من الجهود الشخصية والجماعية من الآباء والأجداد للمحافظة على حقوقهم في هذا الوطن العزيز. إن المجلس العشائري واللجان العاملة معا تكرر الترحيب بكم جميعا، وتأمل من المجتمع الشركسي عامة والمؤسسات الشركسية المعتمدة التعاون معا من أجل هذا الوطن وإنسانه، كعادته دائما للارتقاء بوعيه المجتمعي سياسيا، ومن ثم زيادة في التأقلم مع الأحزاب وباقي المجتمعات الأردنية. فالشراكسة كانوا دائما حركة عاصفة في الفكر والنهوض السياسي ووضع المعالجات التي تعزز قضايا المواطنة والهوية وخدمة الوطن وقيادته الحكيمة. أسأل الباري جلت قدرته أن يوفقنا جميعا، وأن نخرج من لقاءاتنا هذه جميعها لما فيه الخير لأردننا وأرضا وقيادة وشعبا ومجتمعنا الشركسي الوفي الصادق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حبينا أنه نضعكم بآخر الأوضاع اللي تتعلق في الوضع السياسي الحزبي اللي موجود بالساحة الأردنية. عطوفة الأستاذ وليد أبدة، وهو محافظ سابق في وزارة الداخلية ويحمل ماجستير في إدارة ودراسات الاستراتيجية. أستاذ وليد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية، الله يمسيكم بالخير. سنبدأ بالتحدث لمدة 10 دقائق يمكن عن واقع تحديات الحياة السياسية والحزبية على الساحة الأردنية. سنتحدث عن الأحزاب والمشاركة السياسية، وسنتحدث عن النخب السياسية ونظام الدوائر الانتخابية الجديد. سأبدأ بالأحزاب. من ضمن منظومة التحديث السياسي صدر قانون الأحزاب في 16/5/2023، والفقرة المادة 40 منه أعطت مهلة للأحزاب اللي كانت موجودة وعددها حوالي 58 إنها تقوم بتصويب أوضاعها ضمن الشروط الجديدة اللي وجدت في هذا القانون. فبدأت الأحزاب
لعملية تصويب أوضاعها، في منها اندمج مع بعضها البعض، وفي منها ما قدر يحاول يصوب وضعه انسحب، وانخفض العدد من 58 ووصل إلى حوالي 26 خلال سنة، لأنه المهلة كانت لمدة سنة. في 23/5/2023 كان العدد 26، في منهم روح وحل، وفي منهم اندمج مع بعضه البعض وقدم الشروط اللازمة ومشي. طبعا بعد 23/5 انضموا حزبين جديدين اللي هم حزب العمال وحزب نماء، وأصبحوا الآن 28 حزب الموجودين الآن على الساحة، 28 حزب. خلال هذه الفترة في بعض الأحزاب صار فيها خلافات بسبب أنه الاندماج ما كان مستقر أو متجانس. اثنين، أنه لم تجري انتخابات في كل الأحزاب باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي اللي كان صار في انتخابات وتوزيع المناصب فيه، دائما جبهة العمل بالانتخابات، بينما الباقي كانوا في التعيين. فاحتج بعض الناس على التعيينات في بعض الأحزاب، وفي منهم صار يلوح بالاستقالات، وفي منهم استقال، في منهم انسحابات جماعية في بعض الأحزاب. هسه الأحزاب الموجودة عدد اللي انضموا إليها ما يقارب 60,000 لغاية الآن. 60,000 المضمومين للأحزاب، طبعا من أصل عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية. الأحزاب في منها أحزاب أيديولوجية وفي منها أحزاب برامجية. الأحزاب الأيديولوجية ضعيفة باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي اللي هو الحزب القوي الأيديولوجي القوي الوحيد. الأحزاب البرامجية الباقية هي أضعف، وهي نشاطاتها ضعيفة ومستوى الأداء ضعيف جدا، باستثناء 5 أحزاب جديدة فعالة على الساحة السياسية ونشيطة جدا. في 5 جداد نشيطات، بديش أذكر أساميهم يعني بس معروفين، الناس تتداول أساميهم. لو احنا تطرقنا إلى أسماء الناس اللي انضموا لهذه الأحزاب واللي أسسوا هذه الأحزاب، بنجد أنه في كثير منهم لا بتجمعهم لا أفكار ولا برامج، لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية. وفي منهم أسماء عادية، رموز لا تؤثر على قيادات جماهيرية أو على قواعد شعبية. وفي منهم من الناس من أصحاب المناصب اللي فشلوا في العمل السياسي سابقا وركبوا موجة الأحزاب وحاولوا أنهم يعيدوا يصدروا حالهم وينزلوا على الساحة السياسية من جديد. وفي منهم كثير من أصحاب المناصب الهامة ومن الناس المتقاعدين من السلك المدني والأكاديمي والعسكري، المناصب السياسية، في منهم عراس عمل وفي منهم متقاعدين أصحاب خبرات مميزة. هدول طبعا من خبراتهم راح يردفوا هذه الأحزاب بالإغناء وإثراء في مجال خبراتهم لهذه الأحزاب. في حزب ملفت للنظر سجل آخر شيء اسمه حزب نماء. هذا الحزب له رؤية اقتصادية وبرنامج اقتصادي. هذه الرؤية والبرنامج الاقتصادي هو الحزب الوحيد اللي قدم برنامج اقتصادي ورؤية اقتصادية. عدد اللي انضموا له 10,000 وسجل بعدد 10,000، والملفت للنظر انهم معظمهم من الشباب، هذا كمان ملفت للانتباه. ما اريد قوله انه بالنسبه للشأن الشركسي، احنا مشان سريع نحكي انه ما زال هناك عزوف على الدخول في الاحزاب بالنسبه لمجتمعنا الشركسي، ويمكن عدد اللي دخلوا لا يتجاوزوا 150-155، منهم 138 موجودين دخلوا في حزب الميثاق الوطني، وفي 10 أو 12 يعني ما بتجاوز أصابع اليد دخلوا في أحزاب أخرى. هذا بالنسبة للوضع الشركسي. في حزب الميثاق الوطني حصلوا على 16 منصب، إشي بالمكتب السياسي وإشي بالأمانة العامة وإشي بالمجالس الاستشارية وإشي باللجان العاملة. ال16 هذول عن طريق التعيين طبعا، وأنا راح أنوه إنه هذول لازم يحافظوا على هذه المناصب، لأنه مستقبلا الحزب مش راح يقوم توزيع مناصب عن طريق التعيين، بده يصير عن طريق الانتخابات. فلازم هذول يشدوا حالهم الأسماء اللي موجودة بال16 منصب ويثبتوا موجوديتهم
ويعملوا ائتلافات وأحلاف مع الكوادر الحزبية الموجودة داخل الحزب حتى يزيدوا العدد ويزيدوا من المناصب ويحاولوا يمثلوا الشركس أحسن تمثيل. هذا فيما يتعلق بالحزب الميثاق. طبعا حزب الميثاق 6000، أنا ما بديش أعمل له دعاية، ما بعمل دعاية لحدا. الآن الأحزاب كلها تعكف على دراسة نظام الدوائر الانتخابية الجديد، لأنها قربت الانتخابات، والانتخابات السنة القادمة في مثل هذه الأيام، آخر 8 أو آخر 9، يعني لسه ما حددوا متى. والجميع بيحاول يدرس الدوائر الانتخابية الجديدة ومناطقها الجغرافية والعشائر الموجودة فيها والمقاعد الموجود فيها، ويحاول يضبط الكتل تبعته والقوائم سواء كانت محلية أو القوائم الحزبية. طبعا الأحزاب على القوائم الحزبية، لكن هي ستدعم قوائم محلية ومن مرشحين غير حزبيين حتى يكونوا سند إلها داخل مجلس النواب. هذا فيما يتعلق بالانتخابات. وفيما يتعلق بالأحزاب، وأنا ما بدي أطول لأنه في عندي كمان بندين راح أحكي عنهم. راح أحكي عن النخب السياسية الموجودة في الساحة السياسية الأردنية. طبعا النخب السياسية معروفة، هي مجموعة نشطة وفعالة تعمل بالسياسة ومبادرة، معنى هذا تعريفها. طبعا هناك 4 أصناف أو 5 من هذه النخب السياسية. في نخب سياسية صنعتها الدولة من أصحاب المناصب الكبيرة في السلك العسكري، في السلك المدني، من الأكاديميين ومن هذه المناصب العليا، ممن تبوأوا مناصب عليا وضعوهم في مناصب سياسية وأصبحوا نخب سياسية. في نخب سياسية نزلت بالباراشوت، ليس لها تاريخ، لا تاريخ حزبي ولا تاريخ سياسي ولا تاريخ وظيفي حتى. في نخب سياسية بنت نفسها بنفسها وبناها المجتمع من خلال الحراك الاجتماعي ومن خلال رأس المال ومن خلال الاقتصاد ومن خلال العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية والأمور الأخرى. وفي منهم عن طريق النقابات النقابية. هذول صنعوا حالهم بحالهم وبيعملوا وبيجهدوا انهم يحصلوا على شيء في الساحة السياسية. البند الثالث ان النخب السياسية اللي ركبت موجة المعارضة واصبحوا ضمن خطابات شعبية ومعارضة للدولة مشان ينزلوا الى الساحة السياسية ويبينوا. طبعا هذول قلائل وبيواجهوا مصاعب كثيرة، كيف انه ياخذوا مناصب او كذا ويحاربوا احيانا. هذه هي النخب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الأردنية. معظم النخب السياسية اللي بنتها الدولة وسوتها الدولة معظمها تعمل بطريقة روتينية، وأفكارها لا تأبه بالإصلاح السياسي بل تحاربه لأنه بيخالف مصالحها الشخصية وبيخافوا انه يصيروا محلهم يعني في المقاعد وما الى غير ذلك. هاي وحده. 2 بهربوا عند الازمات، بيختفوا عند الازمات، ما بيواجهوا. لما بتصير اي ازمه سياسيه بتلاقيهم بيختفوا، ما بيناقشوا، مش الكل طبعا، انا بحكي على المعظم. ومنهم كلهم يعني في شيء اكثر من طواعيه هن للدوله وللحكومه، مشان هيك بيستلموا مناصب جيده. وبرضه هن غير قادرين على التأثير على الجماهير أو على قواعد شعبية في الأزمات، وغير قادرين على صناعة نخب سياسية جديدة أي رجال صف ثاني، بل بيحاولوا إنه الصف الثاني يشطبوا. فهن متزمتين، إذا حصلوا على مناصب بتمترسوا فيها وبيحرقوا 500 متر حواليهم زي ما بيقولوا. 2 لهم فرصة كبيرة في المناصب تبعت الدولة ولهم حظ كثير، بياخذوا من الكعكة جانب كبير منها لأنهم بطواعيين. وبرضه بياخذوا بموضوع التمثيل السياسي والكوتا السياسية حظهم الكبير وفرصة كبيرة في التعيين. هذول روتينيين طبعا،
وأنا حكيت إنهم بيحاربوا التحديث السياسي وبيحاولوا الأمور الثانية. النخب الثانية اللي الاقتصادية اللي هي عفوا اللي بناها المجتمع أو سواها المجتمع، بتحارب إنها تحصل على بعض المناصب، وفي منهم بيحصل على بعض المناصب، يعني منهم بنوا حالهم من حالهم، في ناس يعني نشيطين منهم جدا مش بهاي الأمور. المعارضة أنا حكيت إنه موجودين، بس إنه ركبوا موجة المعارضة مشان يصلوا إلى الحياة السياسية أو إلى الساحة السياسية، وبرضه هدول الدولة بتحاربهم أحيانا وبيعارضهم، إلا إذا صار في تسوية أو اتفاقات مع الحكومة بيستلموا لهم منصبين وما إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بالنخب السياسية. هلا احنا لدينا فرصة تاريخية من خلال منظومة التحديث السياسي وفي الألفية الثانية من عمر الدولة الأردنية أن نبني أو نصنع نخب سياسية جديدة. هذه النخب السياسية الجديدة تكون جريئة وحقيقية وتواجه الأزمات، تستطيع بناء وصناعة رجال صف ثاني ونخب سياسية جديدة، كمان تحاول تعيد الثقة بين الدولة والحكومة مع الشعب والمواطن، وأنها تكون تهمها مصلحة الدولة وليس مصالحها الخاصة. هذا كله بيصير عن طريق إيش؟ عن طريق الأحزاب. هسه الماكينات والمصانع اللي بتسوي هذه النخب هي الأحزاب. فإحنا بدنا نخب تأتي من رحم الشعب ومن قواعده الشعبية عبر بوابة الأحزاب، تدخل في الأحزاب، تتدرج في شغل الأحزاب والعمل السياسي والحزبي، وتصل لأعلى مراتب فيه، وبآليات ديمقراطية اللي هي الانتخابات وصناديق الاقتراع تصبح نخب سياسية جديدة تصدر على الساحة السياسية الموجودة، سواء نواب أو مناصب أخرى عن طريق الأحزاب. طبعا الأحزاب إذا بتضلها تعيين هذا الحكي ما بيصير، لازم يكون في انتخابات في كل الأحزاب الموجودة لاستلام كوادرها ومناصبها من أمين عام وجر للجانها العاملة كاملة. هذا فيما يتعلق بالنخب السياسية اللي احنا بدنا إياها واللي ممكن تصير لقدام. وهاي ممكن النخب بإرادة سيدنا ولي العهد، موضوع منظومة التحديث السياسي والاستمرار فيها، نحصل على هذه النخب السياسية اللي بدنا إياها عن طريق الأحزاب. بس بدنا أحزاب فاعلة، بدنا اندماج وتحفيز للدخول للأحزاب، بدنا ناس تشتغل بالعمل السياسي والحزبي، تتدرج فيه وترتقي فيه، وبآليات ديمقراطية تصل إلى نصل لهذه النخب السياسية الحزبية والنخب الشبابية اللي بنوصلها ونصدرها على الساحة السياسية، وهي يا بتشارك النخب السياسية الأخرى الموجودة، يا إما بتحل محلها أحيانا، ولقدام شوي يمكن تحل محلها لأنه ما في رجال صف ثاني. بالنسبة للمجتمع الشركسي هو جزء من هذا المجتمع الأردني، وما ينطبق على النخب السياسية الموجودة في الساحة الأردنية ينطبق على النخب الموجودة في الساحة الشركسية أو في العمل في السياسة الأردنية. إحنا ما عندنا رجال صف ثاني وما عم نعد رجال صف ثاني. النخب الموجودة نخب تقليدية جيدة ممتازة، بتأثر على القواعد الشعبية نعم، لكن أيضا غير ديناميكية وما بتواجه الأزمات ومتواعية كثير، كيف بدي أحكي يعني أكثر من هيك جماعة، مع احترامي لكل الموجودين والقاعدين كمان. فأنا برأيي إنه قدام شوي إن شاء الله إنه مجتمعنا الشركسي ينخرط بهاي الأحزاب ويصير عندنا شباب ونخب سياسية جديدة طالعة من آليات ديمقراطية عبر بوابة الأحزاب، وتصير جيدة وتدافع عن حقوقنا وعن مكتسباتنا وتزيد مكتسباتنا حتى السياسية، وتدافع عن حقوقنا الموجودة، لأنه لقدام ما في كوتا. احنا إذا ما شمرنا عن إيدينا واشتغلنا كويس ما راح نحصل على مقاعد انتخابية. هذا بموضوع النخب السياسية. أنا معلش عم بختصر مشان في ناس غيري بده يحكي وأنا بديش آخذ وقتهم.
بالنسبة لنظام الدوائر الانتخابية الجديد، وهذا النظام هو نظام مهم جدا، صدر من رئاسة الوزراء قبل 10 أيام تقريبا، باستناد لأحكام المادة 2 و4 و72 من قانون الانتخاب رقم 4 ل 2023، حدد فيه الدوائر الانتخابية وحدودها الجغرافية وعدد المقاعد اللي فيها في مناطق المملكة كاملة. وبين ما يلي أن هناك 18 دائرة انتخابية في المملكة فيها 97 مقعد، وفي منطقة أو دائرة محلية، هدول دوائر محلية طبعا، وفي دائرة عامة اللي هي الأحزاب اللي هي وحدة، وعدد المقاعد فيها 41 حزب، حوالي ثلث عدد المقاعد اللي هن 138. وبين أيضا أنه كل دائرة في لها مقعد كوتا نسائية، عدد الكوتا النسائية 18 مقعد، ستحصل على 18 مقعد بكل دائرة. عندنا 18 دائرة، الكوتا النسائية في كل دائرة في لها مقعد. هذا كله مجموعة 138. شو ميزات هذا النظام الدوائر الانتخابية الجديد؟ انه قلل عدد الدوائر، وسعها، صار فيها مناطق حدودية وجغرافية وأطياف سياسية وعشائرية كبير. 2 قلل عدد المقاعد فيها. 3 أعطى مساحة كبيرة للعمل البرامجي والحزبي أكثر من الإجماعات العشائرية. يعني إذا واحد حصل على إجماع عشائري لوحده لا يكفي إنه ينجح في الانتخابات. الإجماعات العشائرية وحدها لا تكفي، بده يشتغل على الجالين، يعني بده يصير ائتلافات وأحلاف مع أحزاب، زائد الإجماع العشائري، زائد العمل الاجتماعي والخدمات، حتى يقدر إنه يفوز ويحصل على مقاعد. هلا المقعد الشركسي حاليا في 3 مقاعد، مقعد في الزرقاء ومقعد في محافظة العاصمة. طبعا قبل هذا الحكي بدنا نحكي إنه محافظة العاصمة فيها 5 دوائر كان سابقا، وأصبحت 3 دوائر الآن، وسعوها طبعا، هذولاك دمجوهم مع بعضهم، وسعوا الدوائر أصبحت 3، وأصبح المقعد الشركسي موجود في الدائرة الثالثة اللي هي ال5 سابقا زائد إضافات عليها. فالدائرة الثالثة اللي موجود فيها المقعد الشركسي بتضم لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور، وبتضم المناطق التالية: شفا بدران، أبو نصير، جبيهة، سويلح، تلاعة علي خلدة، أم السماق، دابوه، وادي السير، بدر الجديدة، برج الحمام، لواء ناعور. عدد الناخبين فيها 414,000. عدد المقاعد 6، 4 للمسلمين، 1 شركسي أو شيشاني، و1 للكوتا النسائية. بالزرقاء أصبحت دائرة واحدة، كانت دائرتين صارت دائرة واحدة، وفيها مقعد 1 شركسي كوتا عادي ما في عليه أي تغيير. المقعد الآخر انتقل إلى القائمة الحزبية، وأصبح لنا مقعد 1 في الكوتا الحزبية، وهذا موجود ضمن 41 مقعد اللي بتنافسوا عليها الأحزاب موجود. فإحنا في لنا فرص 3، وإلنا فرصة رابعة إذا شدينا حالنا وأخذنا مقعد الكوتا النسائية في الدائرة الثالثة. إذا أخذنا مقعد الكوتا النسائية هي بصير عندنا نائب زيادة، وإذا شدينا حالنا زيادة أجاز لنا القانون عدة فرص أن ندخل في القوائم المحلية تنافسي وليس على مقعد الكوتا، أن نفوت قوائم أخرى ونتنافس مع الناس الآخرين مش على مقعد الكوتا، على المقاعد ال4 الموجودين. هلا اللي بدي أحكيه أن الشراكسة مش كلهم موجودين في الدائرة الثالثة أصواتهم. هلا في أصوات شركسية موجودة في الدائرة الثالثة القديمة اللي كانت سابقا الثالثة، وفي الدوائر الأخرى اللي غير الدائرة الثالثة حاليا اللي موجود فيها المقعد. هدول عليهم أنهم ينتقلوا ويقدموا طلبات نقل لما تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات عن تقديم الطلبات، وينتقلوا مشان يدلوا بأصواتهم ويمارسوا حقهم الانتخابي على المقعد الشركسي. هذا اللي بدي أحكيه، يعني إيجاز سريع، ويمكن الوقت أدركني أنا، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا أستاذ وليد.
الآنسة أو الأستاذة رايا غبش، بكالوريوس في تربية الطفل ومن نشطاء السياسيين. تفضل. معلش بدي اسالك، يعني احنا بس بدنا نسمع لا في حكي طبعا احنا جايين نسمع كمان. يعني اوكي، بس انه احنا جايين بس نسمع ونروح؟ لا ابدا، في كل المجال، في كل المجال. انا راح اعرف على رايا بعدين لانه ضيعت النوت تبعي. تفضلي رايا. رايا طبعا بتعرف عن حالها كست وشابة، وهي راح تحكي لنا عن الوضع الحزبي والسياسي للسيدات والشباب الشركسي. تفضلي رايا. شكرا جزيلا دكتور. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أهلا وسهلا فيكم اليوم معنا. بداية أنا بحب أني أحكي أني أنا بمثل فتاة شركسية سياسية حزبية. بلشت بهذا المشوار بعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكان عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأنه إحنا كمجتمع شركسي نستحق أنه نكون بأعلى المراكز القيادية. في البداية يعني بحب أحكي المجتمع الشركسي عنده كفاءات ضخمة، عنده فرص، بس للأسف ما عم نعرف نستغلها صح. في كتير مواقع ممكن أن نحصل عليها بس ما عم نقدر نوصل لها. ليش؟ مش بس عشان ما عندنا الكفاءة اللازمة، بالعكس إحنا عندنا كفاءات بتخوف، لكن لازم نشتغل على حالنا أكتر، نوعي حالنا بطريقة أفضل. بحب ما راح احكي انا برزنتيشن والحكي المعتاد والكلام المرمق، انا بحكي من قلبي لقلوبكم جميعا يعني. وبحب هيك يعني احس بهذا الاستياء من الوضع الشباب الموجود، انه للاسف حتى بورشه بندوه بلجان مختلفه ما في حضور للشباب، وهذا بحط المسؤوليه عليه اولا كشاب هو مش عارف وين المستقبل عم بياخده، وثانيا يعني اذا بتسمحوا لي وبتعذروني هو كمان في حق على الكباريه، انه انا عندي اولاد، عندي احفاد، عندي اخوان، بجيبهم خليهم يسمعوا مره ومرتين وثلاثه حتى يقتنع، حتى يامن بالفكره اللي احنا عم نحكي فيها. وبخصوص هذا الموضوع يعني بحب اطرح سؤالين كثير مهمين، وبحب انه الكل مش شرط اليوم نجاوب عليهم، بس بحب الكل ينام ويصحى ويفكر بهذول السؤالين كثير مزبوط. انه احنا وين شايفين حالنا كمجتمع شركسي بعد 10 سنين؟ وين عم نشوف المجتمع الشركسي؟ والسؤال الثاني احنا شو عم نقدم او شو عم نشتغل، شو عم نعمل لانفسنا اولا ولاولادنا ولاحفادنا نوصل لمواقع صنع قرار بتاثر وبتعمل ثقل بالمجتمع الاردني بشكل عام. ما بدي تجاوبوني هلا، اكيد بتحب تفكروا، كل واحد عنده اجابته الخاصه فيه. وبخصوص هذا الموضوع يعني لفتني قبل يومين فيديو على الانستغرام بحكي انه انا اذا عم بسوق السياره وعندي المري الصغيره، هل انا طول الوقت وانا بسوق بطلع على هاي المري ولا بطلع على الزجاج الامامي عشان اعرف اسوق واطلع على الامام؟ محتوى الفيديو له كثير معاني مختلفه. اول معنى بحكي انه اذا انا ضليت اطلع على المرايه اللي بتوجهني لورا انا رح اعمل كوارث ومصايب بحياتي، واذا بتطلع على الامام طول الوقت انا كمان برضه ما عم بتفادى الاشي اللي جاي من وراي. فملخص هذا الفيديو بحكي انه انا لازم دائما اطلع على الامام بطريقه اوسع واشمل واكثر مرونه، ومع وقت لوقت بتطلع على المرايه الخلفيه لاكشف انا شو في وراي واتفاداه واتعلم من الخبرات اللي انا مريت فيها او المطبات اللي وقعت فيها بالسابق. فهذا الفيديو لفتني وحبيت اني احكي لكم عنه اليوم لانه له معنى ومغزى مهم. ضروري انه كلنا نتطلع دائما للامام. انا دائما بس احكي مع الشباب بيقولوا لي طيب انا ليش اجي اسمع عن السياسه؟ انا بدي اشتغل، انا عاطل عن العمل او انا بدور على شغل. للامانه الجواب الانسب اللي انا بطرحه على الشباب، السياسه هي بكل مناحي حياتنا، انت ما بتقدر تفصل السياسه
عن كل الجوانب الأخرى. السياسة مربوطة بالاقتصاد، بالاجتماع، بالحياة الثقافية الفكرية. أنت ما بدك تدخل حزب، ليش ما بدك تدخل حزب؟ هلأ كل التوجهات للحياة الحزبية والحكومات البرلمانية، وأنا لما أكون داخل الحزب مو معناته أنه أنا لازم أصير نائب ولا وزير ولا مدير بشركة ما. أنا إذا كشاب أو شابة بتطلع، أنا بشبك مع الناس اللي بالحزب، ممكن أنا أوفر فرصة عمل لإلي ولمجتمعي من خلال هذا الموقع اللي أنا بمثله بالحزب اللي أنا موجودة فيه. لأنه إحنا كمجتمع شركسي قدام المجتمع الأردني عندنا ميزات كثيرة، وإحنا يعني نفتخر بكل الإنجازات اللي كانت على السنين الماضية وكل الكبارية اللي هيئوا لنا الطريق لنقدر نوصل لهذا اليوم. بس هذا لحاله ما بكفي. هلأ في دور للشباب حقيقي إن هم يبلشوا يشتغلوا زي ما آبائنا وأجدادنا اشتغلوا على حالهم واشتغلوا لإلنا لحتى نوصل. دورنا نشتغل لحالنا ولأولادنا ولأحفادنا، خصوصا مع التغيرات السياسية والحزبية اللي عم بتصير. يعني اليوم أنا برجع بحكي إنه بستاء لما ما أشوف الشباب منخرطين، إن كان بسياسة، بلجنة رياضية، باقتصاد، باجتماع. طب وين الشباب؟ الشباب هو المحرك الأساسي للمجتمع، ودائما في لوم، دائما في فجوة. طب ليش؟ إحنا لازم نلاقي الحل. لازم أنا كشخص اليوم، أنا إذا عندي جيراني شباب أحكي لهم تعالوا تفضلوا اسمعوا شو ممكن أنت تستفيد، شو ممكن أنت تشبك. ممكن اليوم يجي شاب يلتقي مع أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، يقول له أنا بدي الشغل الفلانية، أنا بدي أروح على المكان الفلاني، وأكيد ما حدا منا بيأثر بأي موضوع كان بإيده. فبكفي نضلنا نلوم الإشي السابق، دائما نطلع لقدام بطريقة بروفيشنال أكتر، بطريقة علمية ممنهجة سليمة، لنقدر نوصل للإشي اللي بنستحقه. وإحنا بنستحق بكل تأكيد، إحنا بنستحق. ما بدي أطيل عليكم، وبحب إنه أو بالأحرى يعني بتمنى إنه أكون اليوم وصلت لقلوبكم، مسيتها بهذا الحكي اللي حكيته اليوم، لأنه ضروري المجتمع الشركسي يصحى بكل الأطياف تبعته، بكل المجالات، بكل الفئات العمرية. ضروري جدا. إذا إحنا اليوم ما تحركنا في كتير شغلات رح تروح علينا ورح نندم بالمستقبل، وما في مجال لنندم. وشكرا جزيلا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا رايا. طبعا رايا غبش بكالوريوس في تربية الطفل ودبلوم إدارة منظمات غير ربحية، منسقة مشروع في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ولديها خبرة في إدارة مشاريع التمكين السياسي والاقتصادي. حاليا احنا بدنا نبدأ في تقديم الورقة اللي تم إعدادها من قبل المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، وسنبدأ مع الأستاذة خلود شكاخوة. والأستاذة خلود ناشطة في مجال حقوق الإنسان ولديها خبرة 21 سنة في الشأن السياسي وتمكين المرأة والشباب. تفضلي. مساء الخير جميعا. هيك يمكن. مساء الخير جميعا أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة. شكرا كثير لتشريفكم إلنا، وشكرا كثير للمجلس العشائري، رئيس المجلس وأعضاء المجلس ولجنة التنمية السياسية، ولجميع اللي حاضرين والموجودين معنا. وبرجع بأكد الكلام اللي حكته رايا قبل شوي. كنا بنتمنى فعلا إنه هاي تكون فرصة يستقطبها الشباب ويكونوا موجودين معنا بشكل أكبر. حقيقة أنا اليوم شرفوني زملائي بالمبادرة الشركسية للتوعية السياسية أني أتحدث شوي وأعطي إضاءة بسيطة، وإن شاء الله تكون خفيفة هيك عليكم جميعا، عن المبادرة وكيف نشأت ومن وين بلشنا، وإحنا كيف اليوم موجودين معاكم. وأكيد إحنا جزء لا يتجزأ من المجتمع، فبالتالي إحنا كمبادرة ما ممكن إنه نقدر نشتغل إلا بتضافر الجهود الجميع مع بعضنا البعض. في البداية إحنا بحب أحكي إنه إحنا بلشنا بال2021، كنا بمجموعة من الشباب والصبايا اللي عندهم اهتمام بالشأن السياسي وعندهم اختصاص نوعا ما من خلال عملهم أو من خلال متابعاتهم للمستجدات على الساحة السياسية. فقررنا إنه إحنا نعمل إشي، خاصة يعني ما بدي أعيد كلام زملائي،
خاصة انه احنا هلا في وقت في امس الحاجة انه فعلا نشتغل على موضوع التوعية، وكيف ممكن الناس فعلا تشعر بأهمية المرحلة الجاية والمستجدات اللي عمالها تحصل على الساحة السياسية، لأنه كلياتنا يعني رح نتأثر فيها بكل معنى الكلمة وعلى كافة الأصعد مش فقط السياسية زي ما حكوا زملائي. في سنة 2022 أصبحنا 12 شاب وصبية مع بعضنا البعض، وبرضه كمان استكملنا هاي المسيرة. اليوم احنا موجودين معكم بال 2023 في هذا اليوم حتى نطلق رسالة نحو التشاركية، لأنه بالنهاية احنا جزء من المجتمع زي ما أنا حكيت، فبالضرورة إنه احنا كمان نكمل بعضنا البعض. بالنسبة لرؤية المبادرة عنا، المبادرة هي بتركز على مجتمع واعي، وهذا كتير مهم موضوع التوعية زي ما أنا حكيت، ومهم جدا إنه نبلش بالتوعية السياسية اللي تنبثق من الدستور نفسه. يعني أنا بعتقد إنه في مجموعة دائما بتهتم بالشأن السياسي، وممكن تكون قد قرأت الدستور وقرأت التعديلات الأخيرة وتابعت بكثب المستجدات، لكن في عندنا كمان مجموعة من الأشخاص سواء موجودين داخل القاعة أو خارج القاعة داخل المجتمع بحاجة لمزيد من التوعية. فبالتالي التركيز على قضية التوعية، وبالذات التوعية القانونية اللي بتتعلق على الأقل بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، هاي الحزمة ضروري جدا، قانون الأحزاب والانتخاب والدستور وإلى آخره على رأس الدستور. ضروري انه يكون في توعية وبرامج موجهة مش فقط من المبادرة زي ما انا حكيت، لكن من كافة الجهات اللي بسمح لها القانون على الاقل كمان انه تشتغل بالشأن السياسي وتشتغل على موضوع التوعية. وايضا كمان انه المجتمع النظرة له انه يكون فعلا قادر يحافظ على مكتسباته. سابقا يعني كلنا بنعرف انه بوجود الثلاث مقاعد اللي كانت موجوده، لان كنا محافظين على جزء من هاي المكتسبات بالاضافه لوجودنا في المناصب القياديه والوزاريه واللجان المختلفه. لكن هلا احنا مع كل مرحله انتخابات عمالنا بنفقد من هاي الحصص، فبالتالي ضروري احنا جزء من المجتمع، المجتمع الاردني الاوسع الاكبر، ضروري جدا ان نحافظ على هاي المكتسبات. حفاظنا على هاي المكتسبات بيكمن بوجودنا بالاحزاب، بدون ما نكون احنا منخرطين في العمل الحزبي والشأن السياسي احنا نفقد العديد من هاي الفرص والعديد من هاي المكتسبات اللي بالنهاية طبعا يعني ستطالنا كلنا. بالنسبة للمبادرة الشركسية أيضا مهم جدا أنه نشتغل على موضوع التمكين مش فقط التوعية. التوعية هي لبنة من لبنات أو خطوة خلينا نحكي باتجاه التوعية السياسية والمشاركة السياسية، لكن كمان مهم جدا موضوع التمكين السياسي حتى كمان المجتمع نفسه، أبناء المجتمع وبنات المجتمع يكونوا ممكنين سياسيا حتى يقدروا هم فعلا. يعني قد يكون الشخص يرغب في الانضمام لحزب، لكن قد يكون الشخص ما برغب يكون جزء من الحزب، لكن في عنده وعي سياسي، وهذا كمان يعني متاح. بس ضروري جدا التركيز على موضوع التمكين. هذا الحكي التمكين بيساعدنا حتى نواجه التحديات بعدم وجود تمكين سياسي ووعي من قبل الأشخاص وأفراد وبنات وشباب هذا المجتمع. إحنا بالتأكيد ما رح نقدر نتقدم ونحافظ زي ما حكيت على مكتسباتنا المختلفة. القضية الأخرى كمان أنا اللي حابة أحكي فيها اللي هي المرتكزات. إيش هي المرتكزات اللي بتركز عليها المبادرة وإيش هي الأولويات؟ المرتكزات أولا زي ما حكيت أنا التوعية وبناء القدرات، وهذا كتير مهم، ومش بس المبادرة بعتقد اللي بتشتغل على هذا الموضوع، كافة المؤسسات ممكن تشتغل على هذا الموضوع. في ناس اوريدي هلا عم تشتغل على هذا الموضوع بحكم المانديت تبعها. في بعض المؤسسات كمان ممكن يكون ضمن نهج وإطار تشاركي ممكن ينشغل على موضوع بناء القدرات. أيضا تنمية الفكر الديمقراطي، وبعتقد يمكن قبل شوي زميلي بلش يحكي شوي في موضوع النخب السياسية وهيك، وأنا بعتقد إنه هذا كمان ما ينقصنا مزيد من الحوارات. يمكن اليوم نشوف 3-4 موجودين معنا مثلا جداد بالحوار والحلقات النقاشية، لكن استمرارية واستدامة هاي الحلقات والحوار مع أصحاب الخبرة كمان هذا شيء كتير مهم. اللي ما بيجي اليوم بسمع الفيديو، بسمع شخص ممكن كان موجود، ممكن بكرة يجي، بعده يجوا 2-3، لأنه يعني إحنا هذا التحدي مش فقط يواجه المجتمع الشركسي، إحنا جزء من مجتمع كبير كمان. هذا التحدي عم بيواجه المجتمع الأردني يعني بكافة أطيافه، فبالتالي هذا كمان بحاجة لشغل. يمكن في خصوصية للمجتمع الشركسي تختلف عن غيرها، والشاب الشركسي
والفتاة الشركسية يعني اهتماماته بشكل عام يعني كانت شوي بعيدة عن العمل الحزبي والشأن الحزبي والاطلاع الحزبي يعني. بس احنا كمان دورنا كأفراد واعيين عندنا خبرة بالشأن السياسي انه فعلا احنا كمان نشجع ونعطي محفزات للجيل القادم كمان حتى يكون جزء من هذا الحوار ويتوعى. وزي ما حكيت نركز انه نستقطب المرأة والشباب، وهذا تحدي مش بس عند المبادرة، تحدي عند الكل. فيا ترى شو الاشي، يمكن هاي رسالة للشباب، الشباب ايش بالنسبة له الانسنتف او المحفز خليني احكي، اللي هو اذا شافه موجود باي قاعة مع اي شخص بشعر انه هذا بيكمله ممكن يستقطبه. فهي رسالة كمان للشباب، هل بيحبوا الشباب يحكوا بس مع الشباب، بس كمان مهم جدا حتى لو كانت هاي الآلية متاحة انه كمان ما ينسوا انه في نخب وناس عندها اصحاب اختصاص وخبرة، فبالتالي هدول موجودين مش عشان ينافسوهم، وانما احنا موجودين حتى نقدم لهم الخبرة، حتى نعطيهم هذا الاطلاع والباع، بس حتى نأهلهم نبني قدراتهم. وبعدين هذا كل اللي عم نعمله احنا هو لمستقبلهم هم، فضروري جدا هم يعرفوا هذا الحكي وتوصلهم الرسالة. القضية ايضا انه احنا ما عندنا دراسات وبحوث، وبعتقد هذا الحكي مهم مش بس في واقع المجتمع الشركسي وانما ايضا في المجتمع بشكل عام. احنا مجتمع مقل بالدراسات والبحوث وهذا ضروري جدا. عشان هيك احنا بالمبادرة حاولنا نركز على ان نتبع منهجية علمية لما احنا بدنا نشتغل، وهذا الحكي برضه بالشراكة مع الجميع. جيد انه احنا يكون في عندنا استطلاعات للرأي، في اشخاص يمكن ما بترغب تكون موجودة على الكراسي معنا اليوم لكن بتحب انها تشارك باستطلاع. هاي الاستطلاعات ضمن منهجية علمية ممكن تفيدنا كمان حتى احنا نوصل للشباب ونفهم بالضبط شو هم تطلعاتهم وشو هم اولوياتهم، قد تكون مختلفة يعني بتصور. وكمان تعزيز المسؤولية المجتمعية، والمسؤولية المجتمعية بشكل عام ما بتنبني إلا بالتشاركية والنهج التشاركي. مش مهم مين المؤسسة اللي إلها كل الاحترام اللي قامت بالجهد، لكن مهم إنه إحنا نشتغل مع بعض بنهج تشاركي ونكمل بعضنا البعض. لأنه أنا بعتقد كمان هاي رسالة مهمة جدا حتى للشباب اللي إحنا بنقول كيف بدنا نجيبهم وكيف بدنا نستقطبهم. إذا صار في مسج أو رسالة توجهت لهدول الشباب بأنه المجموعة A عم تشتغل ضد مجموعة B، وهذه المجموعة مثلا بدها تبرز هدفها فقط انه تشتغل، والله انه انا اللي عملت الجهد وتنسب الجهد لنفسها، رح يشعروا وكأنه يعني تاريخيا بالنسبة لهم يمكن المجتمع بيكرر نفسه مع الأسف في بعض الحالات. فمهم جدا انه توصل لهم انه العمل المرحلة القادمة هو مرحلة يعني عمل تشاركي، نهج تشاركي. مش مهم مين اشتغل على العمل نفسه بقدر ما هو انه نوصل لاستقطاب لهدول الشباب والصبايا والمجتمع بشكل عام، ويكون فعلا مدرك وواعي فعلا لحقوقه وواجباته. لانه هذا الحكي بالنهاية مهم يفهموا، ضروري يفهموا انه هذا الحكي بالاخر رح يحافظ على مكتسباتهم اللي كانت موجودة وان شاء الله بتضلها موجودة. فما يركنوا كمان انه لسه والله امامنا دورتين ولسه في قدامنا وقت. الوقت مش بصالحنا، احنا اليوم لازم نفكر انه احنا متأخرين عشان نقدر فعلا نفكر لبكرة شو بدنا نعمل. اما اذا ضلينا نركن انه احنا لسه في عنا دورتين ولسه في عنا نواب موجودين، احنا كل مالنا يعني خلينا فعلا يكون في عنا فوركاست لقدام وتوقعات فعلا انه احنا عم نمشي باتجاه من اليوم احنا متأخرين. لانه الانسان لما بشعر نفسه انه هو متأخر فعلا ببلش يفكر يشتغل. ما بدنا نكون لاست مينت يلا بسرعة بلشت الانتخابات. ويمكن إذا بتسمحوا لي أنا يمكن كلنا شهدنا يعني تجربة حية على هذا الموضوع لما حكينا عن انتخابات اللامركزية. قعدنا ندور على ناس بلاست مينت. ليه ما كان في تخطيط؟ لو كنا نفكر إنه اليوم إحنا متأخرين كان اشتغلنا على اللامركزية وغيرها من التجارب السياسية كمان اللي مرينا فيها واشتغلنا عليها من قبل. فهذا الحكي التحضير المسبق كتير مهم، وهذه المسج ضروري توصل للجميع، وضروري الكل يعرف انه بالنهاية المبادرة او غير المبادرة هو تضافر جهود، ومش بس يعني جهة واحدة عمالها بتشتغل وفقط. بالعكس يعني القيم اللي احنا والمبادئ اللي احنا بنركز عليها التشاركية هي بأعلى السلم، لانه ما حدا بيقدر يشتغل لحاله، ما حدا بينجح، هذا مجتمع.
ولما يشعر الشخص انه هو موجود اليوم مش لانه بيمثل مؤسسه، وبشعر انه هذا المكان مكان يحتوي الجميع. يعني هنا احنا قاعدين بقاعة الجمعية، الجمعية للكل، ملك الكل. فبالتالي احنا ضروري جدا موضوع التشاركية والشفافية، انه كل فترة وفترة يكون في على الاقل الشخص، يعني ليش بقول دائما في لازم يكون حوارات. الحوارات بتعطي مساحة للابديت للمستجدات. هلا مش كل الناس متاحة لهم الفرص انه دائما يقدروا يتابعوا الاخبار، ودائما وكمان حلو انه يسمعوا من اصحاب الاختصاص رؤيتهم، لانه قد هذا الحكي قد كمان جزء من التوعية كمان بحد ذاته. فهذا كتير مهم، الاحترام للرأي والرأي الآخر. قد نختلف أنا وأي شخص، لكن بجمعنا إنه إحنا مع بعض عمالنا نشتغل للمصلحة العامة للمجتمع، نحاول نحافظ على مكتسباته، وهذا إشي مش رح نختلف عليه. فخلينا دايما ما نتطلع على الاختلاف بقدر ما نتطلع على الاريا اللي احنا بنلتقي فيها والمكان اللي بنلتقي فيه كلنا، المصلحة العامة. هذا الاشي اللي رح يوحدنا ويوحد الصفوف كلها، حتى فعلا انه احنا نقدر نلتقي ونقدر نخدم ونقدر نوعي. واذا شعر الناس اللي قاعدين برا ومش موجودين معنا هون، اذا شعروا انه هاي هي المسج وهذا هو الهدف الحقيقي من وجودنا اليوم وبكره وبعد بكره، وهي المصلحة العامة، صدقا بعد اشهر ثقوا تماما رح تلاقوا هاي القاعة معبية. بس هذا كتير مهم أنا أركز عليه كمبادرة وإنت تركز عليه كجهة أخرى، وكلنا نشتغل مع بعض برسالة واضحة. الهدف العام هو المصلحة العامة بغض النظر أنا من أي جهة وأمثل أي جهة. شكرا. يعني بعد تشخيص المشكلة أو القضية طبعا رح يجي سؤال: ما هي الخطوة القادمة؟ ايش الخطوة العملية اللي ممكن انه نشتغل عليها بالفترة القادمة؟ عطوفة السيدة منى هاكوز، امين عام سابق في وزارة تطوير القطاع العام ومستشارة اقليمية في التطوير المؤسسي وسياسات الموارد البشرية والاستراتيجيات. تفضلي. السلام عليكم جميعا، وبنرحب فيكم بهذا اللقاء. اليوم راح استعرض معكم أهم الإجراءات اللي اتخذتها المبادرة والخطوات اللاحقة. فبداية احنا بدأنا بإجراء التحليل الاستراتيجي الرباعي اللي بيسموه SWOT Analysis. حددنا فيها نقاط القوة ومجالات التحسين، وحددنا فيها التهديدات والفرص في المجتمع الشركسي في الشأن السياسي والحزبي. وبعدين وضعنا خطة استراتيجية مبدئية على أساس أنه هذه الخطة تكون هي الأرضية اللي بنقدر نناقشها ونشاركها مع مؤسسات الشركسية والمبادرات السياسية والحزبية في المجتمع الشركسي، ونشتغل بتشاركية. واقترحنا على أساس أنه يكون هذا التشارك من خلال ورشة عمل خلال الأيام القادمة نعملها بتشاركية كافة هاي المؤسسات وأفراد المجتمع الشركسي. الهدف الرئيسي من ورشة العمل اللي هو أنه نجمع معلومات، أفكار، وجهات نظر، نصنفها نحللها وصولا إلى خطة استراتيجية مشتركة. وأهم شيء كلمة المشتركة، على أساس أنه نوحد فيها بما يسهم في توحيد الجهود المؤسسات. احنا بنشوف انه كل المؤسسات الشركسية وخاصة المبادرات اللي سياسية عم تشتغل، بس عم يشتغلوا زي ما بيحكوا بسايلوس وبأشياء بتفرد. فاحنا بدنا نجمعها، نحاول ان نسهم في توحيد هاي الجهود كلياتها حتى نقدر انه يكون في فهم واضح في القرار السياسي، يعني يكون في شيء موحد يجمع المجتمع الشركسي في القرار السياسي في المرحلة القادمة، ونقدر انه نطبقها وننفذها. هناك في 6 أهداف فرعية رئيسية لورشة العمل اللي بدنا نعملها. أول شيء إنه إحنا بدنا نثري العمل ونحدد أولويات المجتمع الشركسي فيما يتعلق بالشأن السياسي والهاي. نحكي هاي أولوياتنا، هون بدنا نشتغل، بدنا نكون مركزين على أساس إنه على الأولويات. ثاني شيء بدنا نعزز الشراكة ما بين كافة المؤسسات والمبادرات زي ما حكينا،
ثالث شيء اللي هو إشراك أفراد المجتمع الشركسي في الحركة السياسية وفي تعريفهم بالمستجدات على الساحة السياسية والحزبية. بدنا برضه كمان نسخر نقاط القوة ونستثمرها على أساس إنه نضمن مواجهة هاي التحديات اللي ذكروها الأستاذ وليد والست وإحنا كمان نقطة مهمة جدا اللي هي بناء القدرات المجتمع الشركسي سواء من خلال التوعية أو التثقيف في آليات المشاركة السياسية والحزبية. برضه كمان زي ما حكت قبل شوي إنه بدنا نفعل مشاركة الشباب والمرأة من المجتمع الشركسي. خلال الورشة احنا بنأمل إنه نتوصل لرؤية مشتركة ورسالة، بعديها بدنا نحدد القيم والمبادئ ونبني على التحليل الرباعي اللي عملناه ونتوصل إلى أهداف مشتركة، يعني نثري هاي نتائج التحليل ونستفيد منها ونتوصل إلى أهداف مشتركة تخدم المجتمع الشركسي، وبعديها نشكل زي فرق عمل. هاي فرق العمل احنا نكلفهم بوضع البرامج والمشاريع وآليات التمويل لكل هدف من هذه الأهداف. هلأ يمكن السؤال اللي بتسألوه ليش احنا هون، شو ممكن احنا نساوي وشو دورنا، شو ممكن ان نفيد بوجودنا بهذا التجمع بهذا اللقاء. أول شيء احنا نتأمل انه كافة المؤسسات الشركسية انها تحفز أعضائها والأفراد اللي بيشتغلوا معها للمشاركة بهذه ورشة العمل. بدها تكون ورشة عمل موسعة وبدها تكون المفروض انها قيمة ونخرج بمخرجات اللي هي زي ما حكينا خطة عمل مشتركة. برضو كمان بدنا نحاول ان نأكد ونشجع المؤسسات كلها تشارك، يعني ما بدنا بس مؤسستين او مبادرة، بدنا نشتغل كلياتنا حتى نحدد الادوار. يعني احنا بدنا نشتغل بتكاملية، ما في اشي رئيس ومرؤوس وما الى ذلك، بدنا نشتغل مع بعض بتكاملية باهداف مشتركة، نحدد وين اهدافنا المشتركة ونشتغل عليها، وين القواسم المشتركة نستغلها ونشتغل عليها، ونحاول ان نتغلب على اي اختلافات بيناتنا. وبعدين بدنا الاستراتيجية بدنا نركز على الشباب زي ما حكوا على المرأة، فبدنا من المؤسسات ترشحوا لنا أسماء شباب وشابات يشاركوا معنا بهاي الورشة، على أساس إنه زي ما نشوف هلا يمكن ما في ولا شاب ولا شابة، يعني للأسف غير يمكن ست راية مش موجودة معنا. فالمفروض في تمثيل الشباب يكون إشي كتير منيح بالورشة العمل حتى نسمع صوت الشباب، يعني بدنا نوصل صوت الشباب ونسمع منهم لأنهم جيل المستقبل. وأنا هيك بتشكركم كتير، يعطيكم العافية. في نهاية الورقة اللي تم تقديمها لابد من أنه نعمل ملخص نختصر فيه المطلوب. شو المطلوب من هذا الموضوع؟ الدكتورة سوزي حتوغ بوران وتحمل دكتوراه في الفلسفة في العلوم التربوية وإدارات مؤسسات التعليم العالي، وعضو اللجنة العالمية لأخلاق السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية. تفضلي دكتورة. تحياتي للجميع، أصحاب المعالي، أصحاب العطوفة، أصحاب السعادة. في النهاية بحب أعمل زي إيجاز بسيط عن ما تكلمنا فيه. الصحيح المبادرة الشركسية للتوعية السياسية قامت بجهود كبيرة خلال الأشهر الماضية، والصحيح أنا يعني تشرفت بالانضمام لهم فقط في فترة شهر 3 فقط. منذ ذلك الوقت ونحن نقوم بجهود حثيثة للعمل على القيام بإجراءات عملية علمية، خطوات مدروسة للتصدي لهذه التحديات
اللي هلا ذكروها الزملاء الأعزاء من مثل السيد وليد أبيدة الذي ذكر ما هو الفضاء أو السياسي أو التغيير السياسي الذي نعيش فيه والأحزاب التي نعيش فيها. السيدة خلود، الست راية غبج ركزت على المرأة وعلى التحديات اللي تواجه المرأة. السيدة خلود ركزت على أمور عديدة جدا اللي هي الأولويات التي يجب أن نركز عليها. هذه كلها جهود نحن قمنا بها خلال هذه الفترة من خلال تحليل ودراسات متعمقة على، خلينا نقول، التحليل الرباعي. إذا بأي استراتيجية علمية لتنفيذها أنت لازم تستند إلى التحليل الرباعي الذي يحلل مصادر القوة التي لديك ومصادر الضعف ومصادر ما هي الفرص والإمكانيات التي لديك، واستخلصنا أيضا ما هي الفرص أيضا التي يمنحنا لها القانون الذي الجديد للانتخابات النهائية. يبدو أن السيدة خلود لم تستطع أن تقضي خوفا منها من إطالة الوقت، لكن أنا أعتقد أنه مهم أن نسلط الضوء عليها، لأنه من خلال هذه الفرص التي يجيزها لنا القانون نحن نستطيع أن نستفيد منها في توحيد جهودنا. لا يعني إذا وحدنا جهودنا مع سوا وتشاركنا كما ذكر الزملاء كلهم، الكل كانت دعوة إلى التشاركية والعمل الجماعي، أن لا نعمل منفردين، نعمل معا، نوحد جهودنا. صدقوني هنا فقط نستطيع أن نحقق طموحاتنا وطموحات الأجيال القادمة. فبس بحب يعني أذكر ما هي الفرص اللي سمح لنا إياها القانون، وأبني أيضا على ذكره أيضا السيد وليد في مداخلته، اللي هي أن الفرص المتاحة هي الترشح في القوائم عن طريق الكوتا الشركسية، الترشح في القوائم المحلية بالتنافس خارج الكوتا، إمكانية الترشح على القوائم الحزبية، إمكانية الترشح على القوائم الحزبية تنافسيا، ترشح المرأة على الكوتا النسائية من خلال وجود مقعد واحد لكل محافظة، مقعد في الزرقاء يتيح الفرصة للتنافس على الكوتا الشركسية مع شيشان، الكوتا النسائية في الزرقاء. ما أود أن أظهر أنه المبادرة الشركسية للتوعية السياسية ولأول مرة هي الوحيدة التي قامت بتحديد الأولويات، تحديد التحديات، وأيضا تحديد الفرص، وتحديد كيف يجب أن نتقدم، وحتى قمنا بوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية للتوعية والتمكين السياسي. لكن نحن بما أننا نؤمن بالتشاركية ونؤمن بالانفتاح، فنحن لا نستطيع أن نحقق أي شيء بدون الجميع، بدون المؤسسات الشركسية الفاعلة على أرض الواقع. وجودكم معنا هو قوة، ونحن لا نقول هذا جزافا ولا نقول هذا هيك فقط لإثارة المشاعر. نحن بناء على التحليلات التي قمنا فيها وجدنا أن نحن مصدر قوة، ومصادر القوة والفرص التي لدينا والإمكانيات التي لدينا أقوى بكثير من نقاط الضعف التي لدينا. توحد النوادي الرياضية، الجمعية الشركسية، الأم معنا، اتحادها معنا، المبادرات اللي عم تطلع هلا كلها تبع الصناعة. عندما نتحد نحن هنا نصبح قوة ونستطيع أن نستفيد من هذه الفرص التي اتاحها القانون لنا. لكن إذا عملنا لوحدنا لم نتحرك، وهنا سوف نخسر، والتغيير حاصل وسوف يحصل، وسوف يأتي وقت سوف نرى أن نحن خارج المشهد السياسي إذا لم نتحرك معا ونعمل معا. وبالتالي ومن هنا على هذا المنبر الكريم وأمام الحضور الكريم المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، جميع المبادرات والمؤسسات الشركسية العاملة والفاعلة وذوي الفكر وذوي الرأي والخبراء لدينا جميعا أن نتوحد تحت مظلة واحدة هي خطة استراتيجية
أو تطوير خطة استراتيجية للتنمية السياسية للمجتمع الشركسي في الأردن. هذه الخطة هي سوف نقوم بالعمل على إعدادها وتطويرها من خلال ورشات عمل زي ما حكت السيدة منى، لكن هذه الورشة تتطلب مساعدة ودعم منكم جميعا. ليش؟ لسبب وحيد جدا، لأن هذه الخطة الاستراتيجية من سوف يديرها؟ من سوف يقود المستقبل تبعه؟ هم الشباب. فالأسلوب اللي عم ننتهجه أنه مش نحن اللي بدنا نصيغ الأهداف ولا بدنا نصيغ الرؤية ولا رح نصيغ نحن المصادر. الشباب والمرأة هم الذين سوف يخطوا مستقبلهم السياسي من خلال هذه الاستراتيجية. فنحن نتوجه لكم كرؤساء مؤسسات ورؤساء مبادرات أن تدعوا شبابكم وتحفزوهم. ونحن بنعرف أنه لكم تأثير إلهم، نحن نعرف أن هناك في قاعدة كبيرة لديكم في النوادي الرياضية، النوادي الثقافية، في الجمعية نفسها. أنتم مؤثرين على هؤلاء الشباب ولديكم قاعدة لهم كبيرة، تشجيعهم إلى الانضمام معنا واستقطابهم خلال ورشة العمل لعمل الاستراتيجية، خطة الاستراتيجية للتنمية السياسية للمجتمع الشركسي هو أمر أنا بعتقد أنه هي مسؤولية مجتمعية علينا جميعا. أتمنى أن يكون هذه الدعوة لقت صدى وطيب من قبلكم وتعاون من قبلكم. وهنا نفتح مجال الأسئلة كما ذكرها، حكينا كثير. من فضلكم أي سؤال نحن مستعدين على الإجابة عليه. بس تفضل. طبعا تفضل. تفضل بس إذا سمحت تعرف عن اسمك كمان. السلام عليكم. علي عمر يوسف خمش ددخ. طبعا شكرا للجمعية الشركسية والمجلس العشائر الشركسي انه عملوا لنا هاي الندوة مشان نقدر نحكي براحتنا. تسمح لي يا باشا؟ وطبعا مع احترامي للجميع مع حفظ الألقاب سعادتك. سيدي، أول إشي مشان أشارك بالأحزاب وأشارك بالعملية الحزبية والانتخابية، من 14,000 ناخب في الدائرة الخامسة انتخب 1900 شركسي. أنا لما يكون عندي 14,000 ناخب شركسي يروح يصوت منهم 1900 ناخب، كيف بدي أقدر أقنعهم إنهم يدخلوا في الأحزاب أو العملية السياسية أو العملية الانتخابية؟ لازم نواجه مشاكلنا الداخلية، بعدين نتطلع للأحزاب وللأمور الثانية. هذا أول يعني موضوع بدي أحكي فيه، اللي هو العزوف عن الانتخابات بالنسبة للشباب. ومع احترامي لكل الموجودين، مو يعني أصغر واحد موجود في القاعة يمكن عمره 50 سنة. وين الشباب؟ وين الشباب اللي احنا بدنا نشجعهم انهم يدخلوا للانتخابات وللحياة السياسية وللمعترك؟ ولا بحكي غلط يا سعادتك؟ يعني ما في. بعدين كانت الدعوة ضعيفة، كان بدها إعلاميا أكثر من هيك مشان الكل يجي. أنا كنت متوقع مع احترامي مع كل الموجودين هون، أنا كنت متوقع إنه أقل إشي يكون في 2000 شخص موجود في القاعة، وتفاجأت بعدد الحضور. يعني أهم إشي اللي هو إنه التشجيع على الانتخاب قبل ما نشجع على الدخول في الأحزاب. اللي ما بيروح ينتخب بده يدخل بحزب، صعب جدا. الموضوع الثاني، وأتمنى من المجلس العشائري الشركسي وأتمنى من الجمعية ومن رجالات الدولة اللي إلهم كلمة على أصحاب القرار، أنه يكون الانتخاب للمقعد الشركسي الشيشاني داخل نطاق الجمعية تحت مظلة الهيئة المستقلة للانتخابات، عشان الشركسي
أو الشيشاني انتخبوا الشركسي والشيشاني. ما أترك أحزاب منظمة تختار نيابة عني، مع احترامي لكل الأحزاب. ما في مشكلة أنه يكون المرشح حزبي، ما في مشكلة أنه يكون المرشح تابع لأي حزب وطني أردني، بس يتم عشان لما أقول هذا مقعد شركسي شيشاني هو يكون يمثلني أنا كشركسي أو شيشاني، مش يكون يمثل جهات أخرى أنا ما بتمثلني. إذا نجح داخل المظلة الشركسية فهو يمثلني، أما أغلب نوابنا قاعدة بتنجح من جهات أخرى إحنا ما إلنا رغبة فيها. وعلى أكبر مثال الدورتين اللي فاتوا المرشح الشركسي اللي نجح تابع لحزب، أنا متأكد إنه أغلبية الشركة بقول لك يعني من 14,000 صوت 1900، والمرشح اللي نجح عن المقعد الدائرة الخامسة جاب 6000 صوت، يعني أكثر من الشركس اللي انتخبوا. هذا ما بيمثلني أنا، هذا بيمثل الحزب، وهذا إشي ممكن يكون يضر بمصلحتي إذا كان الحزب مش متوافق مع آرائي. يعني لازم يكون الانتخاب داخل الجمعية مشان ينجح نائب انتخب من الشباب والعائلات والعشيرة الشركسية، ما يكون غيري حدده. مع احترامي لجميع الأحزاب، حزب الإخوان المسلمين هو المسيطر على المقعد الشركسي الشيشاني، غير هيك ما بنقدر نحكي. لما يكون الانتخاب داخل الجمعية الشركسية هون أنا بقدر أحدد مين النائب اللي بدي أخليه يمثلني بمجلس النواب بغض النظر بأي حزب هو موجود. ما في مشكلة سيدي. بالنسبة للعمل السياسي، أنا بالنسبة إلي العمل السياسي كعشيرة وكمواطن من أبناء هذا البلد، كيف أأمن فرص عمل لأبناء عشيرتي؟ هذا العمل السياسي بالنسبة إلي. كيف أأمن منح دراسية لأبناء عشيرتي؟ هذا العمل السياسي. كيف أأمن إعفاءات مرضية لأبناء عشيرتي؟ العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الوطني لصرف رواتب لعائلات وصار عندنا منها محتاجة كثيرا مش قادرة تدفع أجار بيوتها، وأيتام وأرامل، هدول بدهم مساعدة منا كجمعية ومنا كأشخاص، وبرضو إلهم حق على الدولة إنها تعطيهم، اللي هي صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية. هذا العمل السياسي. العمل السياسي الواسطة، نعم أنا مع الواسطة، أنا مع الواسطة إذا بتخدم أبناء عشيرتي. أنا مش ضد الواسطة، أنا مع الواسطة إذا بتخدم أبناء عشيرتي. هذا العمل السياسي. العمل السياسي إنه ما أرضى إنه غيري يختار النائب تبعي، إنه النائب تبعي يتم تحت المظلة الشركسية بغض النظر عن انتمائه الحزبي، لأنه أنا بختاره مش غيري يختاره ويفرضوا علي. بس هذا هو. وطبعا الله يحفظ البلد آمن مطمئن، والله يحفظ جلالة سيدنا وولي عهده المحبوب، وشكرا لكم. وطبعا شكرا يا سيدي. شكرا جزيلا. سعادة عدنان تفضل. طبعا احنا هون مش بجدال يا جماعة، احنا هون عم نحكي آراء، كل واحد عنده رأي، وهذا الرأي مش ملزم لأي طرف من الأطراف. احنا بنحكي آراء، بالنهاية بدنا نقعد مع بعض اللي كل واحد يسمع للثاني. تفضل. بس أثاروك هيك شوية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حقيقة ما كنت ناوي أتكلم، لكن ما دام الأخ ذكرنا بالاسم حبيت أتكلم في الموضوع هذا. نحن في الانتخابات النيابية الموجودة في الأردن
يحكمنا دستور وقوانين وأنظمة، وجميع من فاز في هذه الانتخابات إن كانوا من الإخوان المسلمين أو من غير الإخوان المسلمين هم من خلال هذا الدستور وهذا القانون وهذا النظام الذي طبق على جميع الأردنيين بالتساوي. إذا راجعنا نحن الانتخابات الماضية في الدائرة الخامسة كان في 10 مرشحين، لو وزعنا العدد اللي ذكره الأخ علي قبل قليل 1900 على 10 مرشحين، يعني بمعدل 190 صوت للناخب الواحد. ولو كان الانتخاب فقط من قبل العشيرة الشركسية لمرشحيها لخرجنا بصورة سلبية جدا أمام المجتمع الأردني، إنه نائب يفوز ب200 صوت أو ب300 صوت بينما النواب الآخرين يفوزوا ب5000 و7000 و10000 صوت. فالقانون الموجود الحالي حقيقة بيغطي علينا القصور الموجود عندنا في التوجه للانتخابات. ونحن عارفين مجتمعنا الشركسي نسبة اللي بتوجه للانتخابات نسبته قليلة جدا ونادرة جدا حتى كمان، بل أنا أدعي يجوز أقل من 5% اللي بيروحوا ينتخبوا. وهذا كان يعني من خلال انتخابات الأمانة اللي حدثت قبل سنتين تقريبا. تابعنا وحاولنا نحث الشركس إنهم يروحوا ينتخبوا في انتخابات الأمانة، وكان عدد المنتخبين في منطقة لواء وادي سير عدد قليل جدا جدا، يعني قد لا يتعدى 500 شخص. فلو كان الانتخاب فقط بصوت الشركسي لخرجنا بين قوسين بسواد الوجه، ونحن دائما وجهنا أبيض أمام الجميع إن شاء الله تعالى. بس في قضية بدي أذكرها، نحن بالنسبة للاستراتيجية، استراتيجيتنا كشركس يجب أن يكون مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نكون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما نقعد ننظر أنه والله فلان لأنه نجح نقعد نطعن فيه لأنه نجح، أو أنه شخص شركسي استلم مدير مؤسسة نصير نحكي عليه، لأنه في أحيانا بعض الناس السلبيين بيكرهوا الناجحين. دائما المجتمعات البشرية بتحترم الإنسان القوي أو المجتمع القوي. نحن كمجتمع شركسي لازم نكون أقوياء حتى الآخرين يحترمونا. وعناصر القوة في القضية هذه الفرد، وهذا متوفر جدا عندنا أكثر من غيرنا. والعنصر الثاني موضوع الفكر، وهذا بحاجة لتنمية فكرية. والعنصر الثالث هو الوحدة والترابط، يعني بده يكون بيناتنا خيط مسبحة قوي مش خيط مسبحة ضعيف أي شيء بيقطعه. وهذا حقيقة إذا أوجدنا نوع الترابط القوي اللي في مجتمعنا الشركسي، هذا بيعطينا قوة وبيعطينا احترام عند الآخرين. أما لا نستجدي الاحترام من الآخرين إذا ما كنا نحن أقوياء. إذا كنا أقوياء نفرض كلمتنا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا سعادة الأستاذ عدنان. الأستاذ ينال حتك تفضل. السلام عليكم جميعا. أول شيء أنا عندي سؤال وعندي تعليق صغير أو مداخلة صغيرة. السؤال الأول، ذكرتوا بالأوراق وبالحكي أنه ممكن ننزع الكوتا النسائية، لكن أذكر أنه حفيظة أرسلان بالأغوار الشمالية لما قررت تنزل على الكوتا النسائية تم رفض طلبها بحجة أنها شركسية. هل هذا الموضوع تم تداركه الآن في القانون الجديد؟ يعني ممنوع الآن، بس عشان نعرف مسموح، يعني مش ممكن تيجي واحدة شركسية يصيروا يتحججوا عشان ما ينزلوها يقولوا شركسية. طيب ممتاز جدا. الموضوع الثاني، لا تأخذوني، ملاحظة صغيرة ما بعرف إذا راح تفيدكم، إن شاء الله تفيدكم. يعني أنا أصغر واحد من اللي قاعدين، 50 سنة عمري. جيلي لجيلكم الله يطول في عمركم ساهم في بناء الأردن، فبالتالي ما عندوش مشكلة بين شركسيته وأردنيته. لكن الجيل الأصغر في عنده مشكلة كبيرة بهذا الموضوع. لكن نحكي بكل صراحة، ما عم بشعر الشاب الشركسي اللي عمره 16 17 18 لل 25 بأردنيته زي ما انتم بتشعروا فيها. وهذا هو سبب رئيسي في عزوفه عن التقدم، أولا للترشح،
او انه يروح ينتخب. عم بيشوف اولا انه العمليه الانتخابيه والبرلمان هو حكي فاضي، شو بدي فيه؟ مش فاهم اهميته، بغض النظر بسلبياته وايجابياته ما بدنا نحكي عنها، لكن انا بحكي لكم الواقع. شبابنا ما بيشوفوا ليش انتخب، وما بدي انتخب، وما بدي اقرب على الانتخابات، وما لي اي مصلحه فيها، وهاي مش شغلتي، وما بتفيد، كله حكي فاضي. اللي بحط الحق على المخابرات، اللي بحط الحق على قوى اجنبيه اخرى، اللي بحط الخط، كل واحد بحط الحق على اي شيء وبقول لك انا ما بدي انتخب لانه كله هذا مرسوم ومفبرك. فهاي النقطه اللي لازم تاخذوها بعين الاعتبار. كيف بدك تقنع الجيل الصغير هذا انه شركسيته واردنيته لا يتعارضان؟ هذا موضوع جدا حساس. جيلكم ما شعر بهذا الموضوع. الجيل الاصغر بعد سبتمبر 11 وبعد داعش وبعد كثير شغلات صار يشعر انه يجب انه يفصل حاله عن كثير شغلات في المحيط الشرق الاوسطي والمحيط الديني والمحيط العربي، وبالتالي يجب ان نعيد له الثقة في صوته. انت لك صوت، لك اهمية، يجب انك انت تنتخب. لما نحكي انه 2001 14,000 انتخبوا، والله ما يعني سوري اسف حرام. وبنفس الوقت وين الشباب؟ انا 50 سنة عمري، اصغر واحد باللي قاعدين انا ونار، اصغر اثنين 50 سنة عمرنا. لما تتجهوا للمرات الجاية انا بحكي لكم عن اكاديمية مثلا، نحن عندنا 200 شاب وصبية. ال 200 شاب وصبية راح اقنعهم يجوا يقعدوا معكم، بس كيف بدكم تقنعوهم يروحوا ينتخبوا؟ هذا الدور عليكم. بجوز اخليهم يعني ادبا واخلاقا يروحوا ينتخبوا هالمرة نصهم، بس اذا ما شعر الشاب الشركسي انه انا عندي فايدة وانا صاحب قرار وانا هذا القرار بيمسني بمس وجودي، ما راح يروح ينتخب. بس هاي النقطة الصغيرة وان شاء الله تكون مفيدة. شكرا. أستاذ محمود تفضل. هو الصحيح تم الدعوة لمجموعة من الشباب، بس يعني خلينا نعترف احنا في جاب، في فجوة احنا كلياتنا مسؤولين عنها، احنا كلنا يعني يا ريت احنا نقدر كلنا نلاقي الحل اللي نستقطب الشباب. لا صار في دعوة صار ثقي تماما. يعني يمكن ما وصلت للكل يعني، بس ثقي بانه وصل. تفضل استاذ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا محمود عدنان كلمات شكاخوة، مختار عشائر شركس عمان وعضو مجلس العشائر الشركسي، أفتخر بعضويتي وبانتسابي للعشيرة الشركسية. أنا من هون بحكي كمختار وليس كعضو مجلس عشائري، لأنه أنا الحكي اللي بدي أحكيه حكي اللي بوصل لي كمختار وكمشاكل بيعانوا منها الشباب وبيعاني منها مجتمعنا. أول مشكلة زي ما تفضلوا الأخوان، عزوفنا إحنا عن الانتخابات، وعزوف نسبة كبيرة من كبارنا قبل شبابنا أنه يروحوا ينتخبوا. هذا إشي زي ما بيقولوا تعودنا عليه، ولكن آن الأوان اللي إنه نغير هذه الفكرة ونشجع الجميع إنه ينتخب. الشغلة الثانية اللي ذكرها أخونا عمر كويس بالنسبة للنائب، النائب هو نائب تشريع وليس نائب خدمات. في فرق ما بين نائب الخدمات وما بين نائب التشريع. مجلس النواب لما نحط عشان يشرع القوانين وعشان يحط الأنظمة وعشان يحط القانون، ما نحط عشان يجي النواب ويبلشوا لاقي لي وظيفة لابني ولاقي لي شغل سائق ولاقي لي شغل لمراسل ولاقي لي شغل لهذا. هذه الفكرة اللي احنا مش قادرين نوصلها لمجتمعنا، انه النائب هو نائب تشريع وليس نائب خدمات. اغلب شبابنا ما عندهم ثقة بالنواب، ما عندهم ثقة بالنائب، ان كان شركسي ان كان عربي ان كان مهما كان، ما عنده ثقة بالنائب اللي قاعد بيمثله. ليش؟ لانه هو بفكرته انه هذا النائب انا انتخبته عشان يشغل ابني ويشغل ابن خالتي ويشغل بنتي ويحط ابني بالجيش ويدخل ابني على مؤتة ويدخل ابني الثاني على امن العام. فهذه الفكرة اللي انه مأخوذة انه النائب هو نائب خدمات. نوابنا مو نواب خدمات كويس،
نواب تشريع هذه الحكومة اللي حقتهم عشان يشرعوا القوانين. كويس. الشغلة الثالثة اللي هي أنا بتمناها، كويس، إحنا كمجتمع وكبارية مجتمعنا من اتحمادات، من وزراء، من أعيان، من ضباط، من مسؤولين، من هذا، نحفز أصحاب القرار. إذا نحن بدنا خدمات مش بإيد النائب، الخدمة بتيجي من خلال الشخص اللي في واقف قاعد بوظيفته بيشتغل. نحفز هدول أصحاب القرار. عندنا حوالي لا يقل عن 600 صاحب قرار بالحكومة الأردنية وأصحاب مناصب. نحفزهم هدول اللي إنه يلاقوا الفرص لأنه نشغل أولادنا. الشغل اليوم بطل عن طريق إنه تعب شغلك، صار عن طريق ديوان الخدمة المدنية، صار عن طريق التنافس، صار عن طريق الشهادات، صار عن طريق المؤهلات. اليوم اللي معه دبلوم ما بتعين مراسل، كويس. لما يجي واحد عندي أنا كمختار بيجيني باليوم 10 15 واحد بده عشان أشغله أو أحطه، كويس. زمان أنا بتذكر بال80 لما دخلنا على الجيش الدكتور كان ياخذ 3 نجم، نجمتين بأقدمية، 3 سنين. السنة الثالثة يعني أول سنة بخدم فيها، ثاني سنة بحط 3 نجم. اليوم الطبيب اللي بدرس 9 سنين و8 سنين لما يدخل على الخدمات الطبية بنحط مرشح ضابط لسه بده يخدم سنة عشان يصير ضابط، كويس. هذه الفكر أو هذه الشغلات اللي نحن قاعدين عمالنا نحكيها، كويس، عمالنا نحن نقدر نوصلها لعقول أبنائنا، لأولادنا، اللي إنه بيجي الواحد بيقول لك طب ما أنت هيك مدير مكتب أمير، كويس، شغلني. راح زمان حول بطل زمان إنه هذا اللي إنه تعال حطه وظفه. صار شهادتك بتوظفك، علمك بيوظفك، أخلاقك بتوظفك، كويس، سمعتك بتوظفك. تمام. بيجيني واحد في عليه 3 قيود. الامور تغيرت يعني، تغيرت، القانون تغير، الدنيا تغيرت. نحن لازم الناس بالصوره، نحن لازم نحفز اولادنا، تمام، اللي انه نعملهم صقل ذهني، تمام، عن الحياه اللي نحن قاعدين بنعيشها. ما نضلنا عايشين نحن على الحياه اجدادنا كيف كانوا اجدادنا. نحن لنا فخر، اجدادنا شو تركوا لنا ارث، اجدادنا شو لولا اجدادنا نحن ما وصلنا لها المواقع ولا وصلنا لها الاماكن، تمام. فبدنا نسقل عقول اولادنا يلتزموا بالدين، يلتزموا بالدراسه، يجيبوا شهادات عليا، اللي لما تيجي بدك تطلب وظيفه لواحد تقدر تفوت نافس، مش لانه والله كويس هي 3/4 قاعده يا بالجمعيه يا بالاهلي يا بالجيل يا بالاكاديميه، تمام، الشاطرين فيه بالرقص، كويس. هلا احنا عم ندخل على موضوع الرقص، هذا موضوع راح يطول. تفضل دكتور. لا بس على الدور، إذا كلمة ما بصيرش تحكي كلمة. مجلس أمانة عين 150 موظف، ونائب شركسي ما قدر يعين موظفين 2. النواب ما بيعين، كل نواب العشائر الثانية بتعين. وجهات نظر. شكرا. أولا مساء الخير جميعا على الجميع. كل الشكر للمجلس العشائري على هذه الندوة. واللي بيقول وين الشباب، أنا باعتقادي كل واحد فينا عم بيمثل يا فرع جمعية يا مؤسسة، والنكست ستيب بده يكون في شباب. هلا احنا عم نقعد مع الآباء والأمهات بنقول لهم المرة الجاية بدنا نقعد مع الأبناء، وإذا الأبناء المرة الجاية ما كانوا موجودين وقتها عاتبني يا خمش. أنا هذه وجهة نظري، ما بدافع عن الإخوان يعني. وأنا أتشرف بأني عضو بحزب أردني محترم اللي هو حزب الميثاق، اللي موجودين بيناتنا ناس كثير منه ومن المؤسسين في هذا الحزب، وعضو في لجنة الحماية المجتمعية والمرأة. ونسبت أنها تكون الدكتورة بتول المحاسنة رئيسة اللجنة، اللي حقيقة دائما تدعوني انه دكتور ادعوا بناتكم شركسوا وصباياكم على الاجتماعات الحزبية، لأن عم بتشوف شبابنا ما عم بتشوف بناتنا. بلقائنا اللي كنت انا برافق فيه المجلس العشائري والمجموعة مع دولة سمير الرفاعي قبل 2 باشا اي ثينك ولا شيء زي هيك، كان لي مداخلة بناء عليها دولته طلب مني الدراسة وزودت فيها الدراسة اللي بتحكي عن التجربة اليابانية والتجربة الألمانية السياسية بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها أنا قلت له إحنا كأردن
طول بالكم علينا على الأحزاب. أنا شخصيا سليم شريف بال88 على يدي في ناس كتبت تعهد خطي في جريدة الدستور استنكار الأحزاب الهدامة. فلا تتوقع مني خلال 25 سنة أصير أقول الأحزاب إشي جميل، لأنه قبل 6 شهور الحجي اللي هناك قاعد قال لي سليم أنت ليش عم بدك تورط أولادنا، صح ولا لا حجي؟ على أساس إنه أحزاب لسه ماخذين فكرة أحزاب ضد بلد ضد ملك ضد كذا. فإحنا في فترة مخاض دكتور عبال ما العالم تستوعب إنه إذا ما أنت ومرتك وربعك كلكم كنتوا ضمن حزب محترم مش حزب لشيخ، حزب محترم، القطار راح يمر عنا ونقعد نطلع على غيرنا ولا راح يكون لك لا مقعد ولا كوتا. وانا بتشرف انه يكون واحد من نوابنا نازل عن جبهة العمل او نازل عن الحزب الشيوعي او نازل عن حزب الميثاق ولا وات ايفر، لانه بالاخير هذا النائب ما راح يشلح ثوبه ويطلب قلب النظام ولا يسقط غيره وغيراته. احنا في حزب الميثاق بدي احكي الان على هذا الشيء، عم نروح على فروع الجمعية ونطلب نقعد مع الشباب ومعانا الشباب. عم بحكي عن التفكير، احنا في الحزب الفلاني عم نقول لازم نقعد نحكي عن الاحزاب، ما بنروج لحزبنا بعلم، عم نروج للفكر السياسي زي هيك، وعم نقنع. وكنا بالصيف وكنا بالزرقاء وكنا بالناعور قبل فتره، عم نقنع الاهالي وعم ما بيجوا شباب، عم بيجوا كلهم زلام كبار للاسف الشديد، انه لازم ننخرط، لانه بعد 3 دورات اللي ما بيكون اذا ما كان في إلنا احنا ازن ادقه تواجد في هذه الاحزاب ما راح يكون في لك دور، وما لك وقتها حق خمش انك تقول ليش ما تعين لي فلان وعلنتان ابدا. انا بجامعتي في 191 ولد وبنت ادقه، 191 مش رقم بسيط، وانا معهم بجروب وليد بيك. بهذا الجروب بعثت لهم انه فكروا بالاحزاب، وما روجت لجماعتي تو بي اونست انه لازم نفكر بهذا الشيء. اللي من ال 191 اللي انضموا حكوا لي انضمينا فقط 35، وانا بقول 35 قد نسبه مليحه. ناس بروح على البيت بقول له هذا الدكتور ناوي يورطك دير بالك. لا انا ما بورط ولا برضى اورط اي حدا، لانه هدول امانه برقبتي. انتبهوا، انا بحكي من 2009 لليوم ما في ولد من شبابنا تحول على مجلس تأديب طلبة وبعرف الدكتور مجدي ومجلس تأديب. هذا شيء كثير مهم، وهذا الشيء احنا يجب ان نفخر فيه. ما عم نسمع عن اولادنا في الجامعات عندهم مشاكل، ودائما على لوحات الشرف هذول التارجت اللي بدنا نشتغل عليها. والمره الجايه نقول لهم في جاي ما بعرف شو المناسبه، احنا لازم ندس الدسم في السم. شو بيعملوا؟ ندس الدسم، نعمل اي مناسبه تكون هذه القاعه موجود فيها 100 شاب وبنت، وقتها يطلع اخوي ابدا والستي الدكتوره ونعطي البريف، وبعدين نكمل سهرتنا مع المطرب الفلاني ولا وات ايفر اللي صار. السهره اللي صارت في نادي الجيل قبل يومين اللي احدهم قال لي انت قاعد بتروج، هذه المناسبه بجوز انا زدت الدوز وحكيت اسم الحزب، بس بهذه المناسبه يجب انه واحد يزرق رساله للي قاعدين انه اولادكم لازم ينتسبوا للحزب. علي اولادك لازم يكونوا بالحزب. لا يا سليم انت بدك تورطنا وتورط اولادنا، ما في تورطنا ولا تورطنا. انا الحزب اللي بحكي فيه الويه وفيه وزراء سابقين وفيه ضباط امن وانا زلمه بكون ضابط مخابرات بيوم، ما بورطك ولا تورطني. هذا الشيء حقيقه انا بحمل مسؤوليه الان على فروع الجمعيه، وكل هذه الدوائر يجب ان تبدا بجلسات ويطلبوا زي استاذنا الكبير معالي الدكتور يحيى كسبي، الخير الدين باشا، دكتورنا استاذنا معلمنا اللي درست الدكتور محي الدين، ويجوا يحكوا يعلموا دكتورنا، يجوا يعطوا نقعد هالولاد، ويصير زي ما حكت فاديه دعوه بالتليفون عند الضروره. انا 50 واحد يكند ال 50 المره الجايه بيفرخوا كمان 50. شكرا لكم. شكرا دكتور. طبعا لازم نحاول نختصر بقدر الامكان. دكتور غازي تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا مداخلتي راح تكون من شقين. الشق الأول يعني الإخوان والأخوات قدموا أشياء مهمة جدا، معلومات يجب على الجميع أن يعرفها، وعندهم خطة استراتيجية أعدوها، وعندهم نية أنهم يعملوا ورشة عمل. هلأ مثل ما حكى الدكتور شريف، هاي يعني اللقاء صحيح كل اللي فيه كبار في العمر،
لكن هم بيقدروا يوصلوا الرسالة لأبنائهم وبناتهم. فرصة الورشة راح تكون فرصة جيدة، لأنه الشباب تحضر وتسمع المداخلات اللي راح يحكوها عن الأحزاب. هذا الشق الأول. الشق الثاني أنه أنا على مدى أكثر من سنة وأنا براقب نشأة الأحزاب، وبتجيني رسائل دعوات للانضمام. ما شفت ولا أي نشاط شركسي، ما شفت ولا أي شخصية شركسية بتتصدر موضوع تشكيل الأحزاب، ولا أجتني أي دعوة من شخص شركسي لحزب. يعني على مدى سنة كاملة انطرح علي أسماء كثيرة. أنا شايف إنه إحنا هاي صحوتنا المتأخرة، زي ما تفضلت الأخت، صحوة متأخرة. إحنا سبقنا الوقت، يعني في أحزاب كثير تشكلت وإحنا كشركس ما تشكلت عندنا أحزاب. القانون لا يسمح إنه يتشكل حزب شركسي، صح، لكن هل هناك حزب رئيسه شركسي لغاية الآن؟ أنا على ما أعتقد ما سمعت. لازم نكون سباقين، ولازم نستعجل في الموضوع، لأنه الوقت بسبقنا، وكل حزب بينشأ وببلش أنشطته يسبق وبياخذ السبق للوصول للناس. فالورشة جيدة، الورشة ممتازة وهي في وقتها، حتى لو ما كان في شباب. أنا بتوقع إنه هاي الرسالة رح توصل، واللقاءات الثانية رح يكون فيها شباب. وكل شكر لكم والله يعطيكم العافية. شكرا دكتور غازي، لأنك فعلا ذكرت بفحوى الجلسة هاي. فحوى هاي الجلسة طبعا كلنا عندنا قضايا لها علاقة بالسياسة، كلنا عندنا وجهات نظر، ولكن فحوى الجلسة هاي فعليا لها علاقة بأنه لازم احنا ننظم امورنا، وكبداية نقعد مع بعض بورشة عمل وننسق للطروحات اللي موجودة عندنا. كل واحد عنده طروحات، وكل واحد عنده انتقادات، وكل واحد عنده فرص بيقدر يطرحها، وكل واحد عم بيشوف تهديدات ستطال المجتمع الشركسي، وكل واحد فينا بيقدر يلاقي نقاط قوة ونقاط ضعف. إذا ما قعدنا بورشة عمل كلياتنا بشكل منسق، راح كل واحد يضل يحكي مع حاله وما حدا راح يسمعه. ورشة العمل مع ناس مختصين بيقدروا ينسقوا لهذا الموضوع، على الأرجح راح يقدروا يعالجوا مشكلة ليش الشباب مش موجودين، ليش المرأة مش ممثلة. ولكن هذا إذا ضلينا نحكي ونشكي ما حدا راح يسمع لنا. لازم نوفقه، ولازم نلاقي حلول لهذه القضايا. كل قضية طرحت اليوم مهمة جدا، ولكن ما بدنا نضل نحكيها مع حالنا. تفضل دكتور عزمي. مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. أنا سجلت ملاحظاتي عن الحكي اللي انحكى في التقديم، وعندي مداخلاتي بناء على هذا الكلام. حقيقة فيما تقدم فيه عطوفة وليد أبدة حول الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب الشركسي، أو خلينا نحكي المجتمع الشركسي في الأحزاب، وخاصة حزب الميثاق. تشكيلة الأحزاب السياسية في الأردن قامت بضم أعضائها بناء على الثقل العشائري، طمعا بضم أشخاص من العشائر حتى يكون في الحزب أعداد. وهذا الشيء بالنسبة للمجتمع الشركسي، المجتمع الشركسي حسب تصوري هو دائما استهداف عشائري من قبل السياسيين لكسب الثقل في المجتمع الشركسي دون دراية منهم عن عزوف الشركس في المشاركة السياسية. فهذا شيء خلينا نحكي انه بصالحنا، وبلاش نكشف للعالم انه احنا مش مشاركين سياسيا. خلي موجود الثقل العشائري موجود، وخلي شبابنا يستفيدوا، ولكن خلينا نديره بطريقة صح لحد ما نحكي انه تم عندنا حقيقة تفعيل هذا. فيما يخص مداخلة اختنا راية غبج عن موضوع الشباب، جلالة الملك وسمو ولي العهد دائما بيحكوا الشباب واعطوا دور للشباب واعطوا صوت للشباب. جلالة الملك وولي العهد احنا بنحكي بطريقة
خلينا نحكي صحيحة انه هم بيحكوا من فكر قيادي ليس له ان يخبرك كيف تسوي دور للشباب، هو بيحكي لك بدنا نشارك الشباب، بدنا الشباب، بدنا كل شيء. فبنيجي احنا بنصير نحكي للشباب تعالوا ادخلوا معنا اطلعوا عنا، ولكن مش عارفين كيف نجيب الشباب لعنا. في مشكلة رئيسية عند الشباب، نسبة البطالة بالأردن 17% 18%، عند الشباب تجاوزت 30%. نسبة الشباب مش ملاقين شغل. نسبة البنات البطالة عندهم تجاوزت 70%. فبالحالة هاي كيف بدك تجيب واحد عندك على الحزب وهو في الأساس مش ملاقي شغل؟ النقطة الثانية في مجتمعنا الشركسي، شبابنا الشركسي. احنا عندنا الجمعية الخيرية الشركسية، لما نيجي نحكي الجمعية الخيرية الشركسية لكل الشركس ومش ملاقي فيها غير 2400 شخص مسجل في الجمعية الخيرية الشركسية ودافع انتسابه 6 دنانير سنويا. إذا بنحكي في عندنا في الشركس 50,000 60,000، طب وينهم؟ على مستوى الجمعية ما عندنا وجود. في المستوى الشباب لاحظنا انه الشباب الشركسي على مدى الفترات الاخيره، وهذا كلام تطرق له اخوينا قبل شوي، للاسف الشديد ساهمنا في اغلاقه الفكري والاجتماعي داخل المؤسسه الشركسيه، وخلقنا فيه نوع من العنصريه. اذا بدي انا ابني واحد سياسي غير قادر انه يحكي مع واحد غير شركسي، كيف تتصوروا انه يكون حياته في السياسه والمجتمع؟ هذا راح يقدر يحكي سياسه؟ هذا راح يقدر يوقف قدام الناس زي هيك زي ما احنا واقفين الان ويحكي زي ما عم نحكي مع بعض؟ هذا شخص راح يطلع خجول، راح يجي بس يوقف قدام اول مسؤول يضل قاعد مكتف ايديه ويتطلع وما راح يحكي ولا كلمه. ما عم بقدر شاب شركسي يدخل على مركز امن البيادر يحكي مشكلته لمدير المركز، في الاخير نحكي بدنا الشباب يدخلوا عنا يسووا عنا احزاب سياسيه، واحنا من الاساس في مؤسساتنا الشركسيه ساهمنا باغلاقهم وعم ندعم بالانغلاق هذا لغايه الان. مؤسساتنا الشركسيه بحد ذاتها منغلقة بحجة الدفاع عن الموروث الشركسي، وتجاهلنا أنه هذا الانغلاق هو أحد أسباب تراجعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الأردني. بداية حتى تشجعوا الشباب، علموهم ينفتحوا، علموهم يحكوا، علموهم يكونوا واثقين من نفسهم، علموا مؤسساتنا الشركسية تفتح أبوابها حتى تكون مؤثرة داخل المجتمع اللي هي فيه، بدل ما يحكوا والله الشركسي ما بتعامل غير مع شركسي أو المؤسسات تخدمش غير شركسي. في مواضيع كمان لحظة، دائما احنا بنحكي عن المشاركة السياسية او في الانتخابات النيابية. قبل اكثر من 15 سنة كان في محاضرة في الجمعية الشيشانية، وعلى ما اعتقد كان كمان اخوي الدكتور باسل من المنظمين لها، لما حكيت عن موضوع الاحزاب السياسية. اول ما فتحنا الموضوع القاعة فضيت، طلعوا من القاعة بدأنا نحكي، كان تحت رعاية الدكتورة لانا ممكن. لما فتحنا موضوع الأحزاب السياسية والتحديات القاعة فضيت. احنا لازلنا بنخاف من السياسة، بنخاف من الأحزاب السياسية، وهذا شيء جلي في مجتمعنا الشركسي، وكانوا بيحكوا من تحزب فقد كفر. فأنا معك دكتور يعني إنه ينضموا على الأحزاب، ولكن بداية خلينا نأهل الشباب بطريقة صح، وأهم من هيك حتى نأهل الشباب خلينا نسمح لمؤسساتنا تتطور بالانفتاح على المجتمع وتكون مشاركة حقيقية وليست منغلقة في داخل أنشطتها داخل هالسور، ونحكي والله إحنا مملكة مستقلة داخل مؤسساتنا. خلينا نركز على الشيء الصح، خلينا نفعل الشيء الصح. المحاضرات ما بطعمي خبز، ما راح يجيكوا ولا شب على المحاضرات. الشاب بده شغل، بده دور لإله، بده اشي يقضي وقته فيه، ما راح يجي على المحاضرات. افتحوا المؤسسات وخلوا الشباب ينزلوا على الطفيلة يخدموا ويثبتوا حالهم. في قصة أنا بدي أحكيها في الموضوع هذا. نزلت على مؤتمر في طويلة القصة دكتور؟ لا هاي سيدي على الموضوع الشركة والأحزاب. بس شوي خليها مختصرة، تفضل. ثاني سيدي، لما دخلت على الجمعية على الجامعة لابس القلبق، واحد بيحكي لي جود ايفنينج. حكيت له أهلا وسهلا، قال لي قلت له شركسي من عمان. قال لي شو الشركس؟ شو الشركس؟ يا اخوان الشركس كانوا معروفين زمان على كل اردن من شمالها لجنوبها. الان بحكي لك شو الشركس. وحده بجمعيه نابلس بتقول انتم بتصلوا. هذا حكي صار معي مش سمعته. فقبل ما نحكي على الاحزاب يا اخوان خلينا نرجع على الساحه صح، وخلينا نفتح مؤسساتنا صح، ونعلم شبابنا المهارات صح. شكرا لكم. شكرا جزيلا. يعني الدكتور عزمي حكى على الأقل 10 من الفرص اللي ممكن تتاح أمام مجتمعنا الشركسي ولازم نشتغل عليها، وهذا المقصود. هلأ ضل في عنا شخصين، الدكتور علي قسي والسيدة نارين.
مساء الخير جميعا. أنا صراحة ما كنت والله بدي أحكي، بس استفزني موضوع واحد لما حكوا على انتخابات اللامركزية في أمانة عمان الكبرى. أنا ترشحت أنا اللي كنت مرشحة في الانتخابات، فاستفزني الموضوع مشان أحكي عن تجربتي. يعني بس بشكل مختصر نارين، مختصر جدا كمان. بس قبل ما أحكي عن تجربتي بس عندي تعليقين أو ثلاثة. أنا بتصور كان لازم يكون في استبيانين للمبادرة. استبيان بيختص بالشباب من عمر 18 ل 22 له أسئلة ومحتوى مختلف عن الاستبيان اللي ممكن ينعمل لعمر فوق ال 22 24، لأنه الفكر مختلف. فإذا إحنا بدنا نعرف شو اللي عمر 18 ل 22 بفكروا، كان لازم to structure a different survey لهم مشان نعرف شو اللي بيدور بفكرهم بخصوص التوجهات السياسية في الأردن حاليا. النقطة الثانية بدي أحكي فيها الشباب. إحنا الشباب ما بيجوا. حكى ينال حكى نقطة كتير مهمة. الشباب بدهم يميزوا هويتهم أردنية ولا شركسية، وإذا بدنا نخليه يميز إنه هو شركسي، الشباب اليوم بهمهم أي إشي بتطرحوا عليهم السؤال اللي بسألك إياه what's in it for me، يعني أنا شو إلي من هذا الموضوع، شو بطلع لي من هاي القصة، وهذا حقه. لا هي وقاحة ولا عدم احترام ولا إشي. حقه يعرف إنه أنا إذا إجيت شاركت هون شو بطلع لي أنا من الإشي اللي موجود فيه. نقطة ثانية، إحنا دائما بفكرنا وتوجهنا إنه إحنا الشباب لازم أنا أوقف هون على البوديوم ويقعدوا 100 شاب قدامي هون وأنا بدي إياهم يقتنعوا 100 بالفكرة اللي أنا بحكيها، وهذا ما بينجح مع الشباب بهاي المرحلة من الحياة اللي إحنا فيها اليوم أبدا. أنا اشتغلت مع اللجنة الأولمبية 20 مبادرة شبابية كلها كانت ناجحة، مش لأني أنا حطيت خطتها، لأنه كنت أعمل وركشوب ميني وركشوبس، هم يحطوا البزنس بلان والكونتنت وكل إشي. الإشي اللي من الشباب للشباب هم بيفهموا فيه أحسن منا. إحنا في زمن كانت في أمور بتعتبر لنا أولويات، هسه هم ما بيعرفوا حتى شو هي، فأولويات هذا الجيل هم أدرى فيها. فإذا أنا بدي أعمل أي مبادرة شبابية بدي إياها تنجح، الشباب بدهم يحطوها. ما في حدا من عمرنا أو عمر اللي أكبر منا بيقدر يفكر زي ما هم بيفكروا. هلا بالنسبة للانتخابات اللي أنا التجربة اللي خضتها أنا بعتبرها تجربة ناجحة جدا جدا جدا. أنا جبت 1000 صوت بوادي السير، مو شركس. أنا نجحت جدا، بس برا مجتمعي كان في 200 صوت. أنا بعد انتخابات الأمانة عملت ريسيرش مشان بدي أعرف ليش الشركس ما انتخبوني. مش لعيب فيه طلع ولا لعيب فيهم. الشركس في الأردن بينتخبوا لسبب واحد بس، للعيلة. إذا حدا حكى لهم فلان نازل انتخبوه لأنه من شابسو، من هاكوز، من بيروحوا بينتخبوه الهاكوز. أنا من وادي السير اللي انتخبوني الحشطاس، لأني أنا من حشطاس. باقي الأصوات اللي إجتني كانت مو شركس. 1000 صوت بعتبره إنجاز أنا بالنسبة لي. إحنا قبل ما إحنا ندخل ونخوض موضوع الانتخابات، خلينا نخوض إحنا في مجتمعنا إحنا الداخلي. كم حدا يعني لازم إحنا نعمل زي فلترينج. إحنا لما بدنا نحكي نائب، وإحنا شفناها بانتخابات النيابية السابقة، إنه كان مفروض إنه إحنا نتفق على 3 ينزلوا، وال3 باي ديفولت مفروض إنهم ينجحوا، بس ما قدرنا ككوميونتي نتغلب على الصراعات الداخلية أو المنافسات الداخلية اللي بيناتنا. فلقينا بتذكرش قديش 12 كانوا ولا 14 نائب، 10 ترشحوا في الانتخابات. فلو كان في إلنا صوت بده يتجمع كان تشتت على ال10 هدول. وشكرا. شكرا نارين. طبعا بما انه انا صوتت لك من دار حشطاس، فمشان هيك يعني لازم تكوني معنا بالورشه. في النهايه بس السيده خلود حابه تعمل ملخص للموضوع، وطبعا شكرا جزيلا لانكم صمتوا معنا لاخر رمق. يعني تفضلي خلود، وشرطنا عليها انه نص دقيقه بس بدها تحكي.
لا ما بطول خلص. لا بس لأنه بالفعل يعني كل الملاحظات استوقفت الجميع مش بس أنا يعني، وهي ملاحظات لأنه بالنهاية إحنا عم نحكي عن نهج تشاركي، فجيد جدا أن نستمع من الكل. بس يمكن إذا في شغلة إحنا كلياتنا من خلال الملاحظات انتبهنا عليها، هو ضرورة أنه العمل بمنهجية علمية، بمعنى ضروري جدا حتى إحنا فعلا زي ما حكت دارين وكثير من الأخوان والأخوات اللي حكوا إنه بالفعل ضروري جدا أن نركز على موضوع الدراسات والاستبيانات والأبحاث. فهذا يعني مدخل لنا حتى نعرف بالضبط وين التحدي. يعني في كثير من المواضيع اللي انطرحت اليوم كثير مهمة. يعني الطرح اللي حكى فيه الأخ ينال كمان يعني بمنتهى الصراحة أحد التحديات، وجيد أنه كمان من خلال يعني التعاون ومن خلال اللقاءات والحوارات كمان نشوف شو في تحديات أخرى. نقعد مع الشباب. نعم يعني في عنا مؤسسات زي ما حكى ينال ودعا، في عنا النادي الأهلي، وفي عنا كثير من المؤسسات اللي فعلا يعني بطبيعة الأعضاء الموجودين فيها يعني ولو كان المانديت تبعها مختلف، مثلا رياضي أو تراث شركسي أو إيش ما كان، مش غلط كمان إنه إحنا فعلا يعني نجلس معهم نوع من أنواع التوعية المباشرة للشباب نفسهم حتى نحكي معهم. الأدوار اللي حكى فيها الأخ محمود كمان إنه فعلا الدور المطلوب من النائب هو نائب تشريعي، ولسه هذا المفهوم مش بس موجود داخل المجتمع، هو موجود داخل الكل. القضية الأخرى كمان اللي انحكى فيها الأخ علي إنه مين يمثلني. هلا هذا الطرح كثير مهم، من يمثلني. هلا أنا حتى أوصل لهذا الجواب من يمثلني كثير مهم أفكر قديش أنا معي ثقل داخل الحزب حتى أقول مين من يمثلني. لأنه إذا إحنا ما معانا ثقل داخل الحزب فإحنا مش من موقع صنع القرار، فبالتالي بيجيك شخص مش شركسي شئت أم أبيت رح يمثلك، ما رح يكون عنده نفس الهم، ما رح يكون عنده نفس الاطلاع، ما رح يكون عنده نفس الباك جراوند، ومش عايش بالنهاية مش شركسي. مع كل الاحترام وأنا ما بفصل، بس أنا بحكي لأنه في خصوصية للمجتمع. القضية كمان الأخرى اللي هو كيف مثلا حكى دكتور عزمي شغلة جاهزية المجتمع. احنا المجتمع يعني إذا بدنا نحكي قد ايه المجتمع جاهز، المجتمع بيجهز لما يكون في عنا توعية. فبنرجع بنقول تبدأ من التوعية وتنطلق لخطوات كثيرة، وأنا ما رح أطيل كثير عليكم، وشكرا كثير لكم. شكرا. يعني عرفنا كمان اليوم النص الدقيقة عند الشركس قديش بتكون يعني. شكرا جزيلا لحضوركم، وإن شاء الله إحنا راح نستمر، والخطوة القادمة هي ورشة العمل. وبالضبط يعني أنا بعرف إنه كلكم بدكم تحكوا إنه لازم ننسق فيها بحيث يكون في تواجد للمرأة وتواجد للشباب، وأنتم ما شاء الله عليكم دائما متواجدين. شكرا جزيلا لكم.